3 2 1 هو بدأنا تسجيل دلوقتي. أهلا بكل اللي بيتفرجوا على الفيديو أو على كل مشاهدينا. معانا النهاردة صديقي هشام. هو كان في القناة نزل حبة فيديوهات وقال حبة كلام. أنا وهو طبعا أصدقاء من زمان، فبعد الكلام ده أنا يعني اتناقشت معاه فيه ووجدت إن كلامه كتير، يعني حابب إن احنا نسجله والناس تسمعه ونتناقش فيه. فبنرحب بهشام واسمح لنا إن احنا نتعرف عليك وعرفنا بيك. أهلا قلبي. معاك هشام، صاحب قناة يوتيوب ضد الشيطان، وأنا متابع الإلحاد من فترة، من 2.5 سنين أو 3 سنين، يعني من أيام منتدى الملحدين العرب ما كان لسه بيبتدي يعني. بس أنا منتدى الملحدين العرب تقريبا 2003 2005، فهو منتدى الملحدين العرب قديم جدا، مش لسه ظهر من 2-3 يعني. أنا معرفش وقت كده، يعني أنا لما بدأت من 3 سنين كنت أول حاجة شفتها هو المنتدى. تمام، اوكي. ما مش حابب تعرف شيء تاني عن نفسك، مثلا دراستك، سنك او اي شيء يعني كده؟ انت هو عرفت نفسك كده بس؟ اوكي ماشي. انا طالب علوم سياسية، عندي 25 سنة. جميل، تمام. اهلا بيك يا هشام وبرحب بيك. وهشام من الناس اللي انا يعني بحترمها كتير، وكان حتى في بداية كلامي معاه كنا مختلفين في وجهات نظرنا السياسية، بما اني انا احد الناس معارضين مبارك وهو كان شايف نظام مبارك يعني كان ممكن هو فيه مشاكل ممكن نحسنه او ممكن نعمل فيه حاجات افضل، لانه ما كانش محتاجين ثورة او بعض الامور كده. فايا كان اختلافاتنا في وجهة النظر حتى في الدين او السياسة، احنا اصدقاء وبنحترم وجهات نظر بعض جدا، وده مثال من الحوار اللي هو بيرجوه واللي انا برجوه. ايا كان اختلافاتنا في الدين، في الايديولوجية، في وجهات النظر، في الاراء، مش معنى كده ان احنا اعداء او نشتم بعض او كده، انما في نقط تلاقي كتير بينا ممكن على أساسها نبني علاقة وحوار طيب. أوكي، اختصارا لهذه المقدمة، هشام كنت في أحد المناظرات اللي هو قال حاجة بصراحة يعني عقدتني، لما قال إن الإلحاد ممكن يكون بعض المسيحيين اللي هم متخفيين في صورة ملحدين عشان ينتقدوا الإسلام، ممكن الإلحاد يكون هو تمهيد للمسيحية أو لديانة أخرى. فقلت له يعني انا طبعا مش محتاج ان انا اقول ان انا اوريدي انتقدت العقيده والكتب المسيحيه والاديان بوجه عام، مش شرط حتى المسيحيه واليهوديه والاسلام، بس الاديان بوجه عام انا بختلف معاه عشان كذا وكذا وكذا. يعني هو ما يقصدنيش انا، بس احنا حابين او انا حابب افهم وجهه نظره اكتر واتناقش معاه فيها. فممكن هو يقول اللي قاله ايه او وجهه نظره ايه ونتناقش مع بعض فيه. فاحب اسمع منك يا شيخ. اوكي، اولا انا قلت ان الالحاد ليس تيار فكري على الاطلاق. ظاهرة الالحاد كظاهرة انا بتكلم عنها انها ظاهرة زي ظاهرة الايموز او ظاهرة عبد الشياطين، مجرد ظاهرة. والدليل على ده كثرتها، يعني كثرة اللي حصلت فجأة في كام سنة اللي فاتوا. مش ممكن ابدا تقول لي مثلا ان المجتمع العربي اتجه فجأة للعلم او للنظريات العلمية او ناقش الاديان بشكل جد، عشان كده الحد منه ناس كتير. لكن الفكرة اللي انا قلتها ان الالحاد ظاهرة زي اي ظاهرة بينطوي تحتيها كل اللي اجتماعيا منبوذين بسبب الثقافة الدينية غلط في المجتمع الإسلامي. واديت مثال على ده بالشواذ جنسيا، وقلت انها مسألة طبية غير مسألة دينية على الإطلاق، ولكن نظر المجتمع ليها على انها مسألة دينية بيخلي بعض الناس دول ان هم يلجأوا تحت اي ظاهرة او تحت اي قناع فكري عشان خاطر يبرروا الحرية، ويبرروا الحرية طبعا المطلقة في هذا الأمر. اديت مثال تاني على ان التبشير ما جابش نتيجته او ما فيش مساحة ليه كبيرة في المجتمع الإسلامي. طبعا ده غلط في وجهة نظري، ولقيت ادم التبشير المسيحي او ما الى ذلك ملوش ارضية في المجتمع الإسلامي. بيتجه البعض من المسيحيين
ان هم يرتدوا قناع الحاد على ان هو فكر ليهم او تيار علماني، وغالبا بيطلعوا باسماء مستعاره على الانترنت او على بيطلعوا ما بيوضحوش هويتهم، وده الاكثريه. الاقل عددا هم اللي بيطلعوا بصورهم باشكالهم واساميهم الحقيقيه، الاغلب العام باسماء مستعاره، وده ما ضمنش ان هو اكيد مش كل دول من خلفيه اسلاميه، منهم الكتير الخلفيه غير اسلاميه، وبيلاقوا ان ده قناع ممكن يكون ان هم مثلا علمانيه او انتشار العلمانيه وانتشار الالحاد في المجتمع هيبقى في المستقبل البعيد تمهيد للتبشير بالمسيحيه في مصر. مع التبشير طبعا حاجه من مبعث المسيحيه موجود، ولكنه تبشير العصر الحالي او العصر القادم. ثالث حاجه قلتها، في ملحدين بالفعل على اساس تيار فكري وعلى اساس تيار له فكر وله ادبيات ويحترم، وشبهت ده بالحاد الستينات والتيار الموجة في الحاد طبعا في الستينات. واكدت كلامي برضك وقلت ان يوجد بالفعل ملحدين على اساس فكري وعلى اساس ليهم وجهة نظر ممكن ان تتناقش وتحترم. ده اختصار كلام اللي انا قلته. ايوه الو سامعني؟ ما اعرفش راح فين. ولكن اعتقد ان هو قافل المايك بيعمل حاجه. طيب بعتذر لك، الصوت كان فصل سنة ثانية واحدة بس. الو تمام. سوري، جيت افك الميوت اللي على المايك فهنك سنة، بس كان تسجيل واقف في اللحظة في الثواني دي. المهم، طيب بص يا مستر هشام، انت حضرتك طرحت 3 نقط في اللي انت قلت الالحاد ظاهرة زي الايمو، والملحدين هم بس مجموعة من المضطهدين اجتماعيا زي الشباب الجنسيين ما اعرفش ايه وكذا. دي انا حابب اختلف. انت برضو النقطة الثالثة لما قلت ان هم مش تيار فكري واللي منهم تيار فكري هم قليلين، فدي اظن دي بتجاوب شوية عن نقطتك، بس هوضحها لك بشكل اكبر سنة. موضوع ان الالحاد ظاهرة، هو فعلا في جزء من الالحاد اللي موجود حاليا هم مجرد ظاهرة، ماشي. واعتقد ان دول مع الوقت، وبره منهم ان هم مع الوقت فعلا بيبقوا ملحدين حقيقيين ليهم فكر، ماشي، بناء عليه يعني هم ملحدين. انما مش كل اللي موجودين حاليا بالفعل، انا بقول مش كله، وما اقدرش اقول اغلب ولا اقدر اقول اقل، لان في كثير جدا ملحدين هم موجودين من فتره كبيره جدا. يعني لو انت حابب نفسي كمثال، فأنا كنت من سنة 2001 ل 2005 كان يعتبر لا دين، لأن أنا 2001 لما ابتديت أفكر في موضوع الدين، وابتديت سنة أولى كلية، فابتديت أحتك بالعالم الخارجي، وابتديت أقرأ الجرائد، وابتديت أقرأ وابتدي خلاص يعني ابتدى ينفتح على العالم، بقى ليه حياة جديدة، بقى يختلط بناس غرباء، بقى بيسافر بيجي. فمن هنا ابتديت أول موضوعين شغلوني هما الدين والسياسة. يعني كنت بنتقد في السياسة، وكنت بنتقد شوية في الدين، وحابب أفهم أكتر في السياسة والدين. فمن 2001 ل 2005 كنت لا ديني، لأن أنا قلت أنا اتولدت لقيت نفسي مسيحي، أو هم قالوا لي إن أنت مسيحي. أنا عرفني إن المسيحية هي دين الحق. المسلمين برضو فاهمين نفسهم هم دين الحق، وهنلاقي ديانات أخرى برضو الناس مؤمنة إن هي دين الحق، أو هي الطريق لربنا، أو هم الصح. فنعرف منين الصح من الغلط. يجب علي ان انا اقرا وادرس وابحث، ومن هنا اقول انا فعلا انا مؤمن بكذا، وانا عارف انا مؤمن ليه وازاي. مش اتولدت لقيت ابويا وامي مسلمين بقيت مسلم زيهم وشكرا ولا كده. من هنا ابتديت ادرس الاديان كلها بشكل محايد وبشكل محترم جدا،
ومن عدة مصادر، مش مصدر واحد. يعني في الإسلام بجيب كلام السنة، بجيب كلام الشيعة، بسمع إذاعة القرآن الكريم، ليا أصدقاء أزهريين اتكلمت مع بعض ناس شيوخ في الأزهر. في المسيحية كنت بشوف وجهة نظر الطوائف إيه ونشأت إزاي وتاريخ الكنيسة. أشوف البروتستانت، الكاثوليك، الأرثوذكس. ليا أصدقاء كهنة ورهبان، بروح الدير مثلا باخد خلوة فترة بقعد أتناقش معاهم وأشوف الكتب اللي عندهم وهكذا. لحد ما وصلت 2005 يعني كنت واصل لمرحلة اللادينية، اللي هي طرق الأديان دي طرق بتوصل لربنا. مجرد ما وصلت للنقطة دي وحد كان سألني سؤال قال لي ألبير إيه وجهة نظرك أو إيه رأيك في الأديان بما إنك يعني بقالك فترة كبيرة فعلا بتدرس وبتتناقش كتير وكذا. فقلت له هي بص، هي عبارة عن زي اللغات أو زي كل واحد بيعبر بلغته. بتصلي بقى 5 صلوات زي الإسلام، 7 زي المسيحية. بتصوم صيام العذراء والصوم الكبير، ولا بتصوم رمضان. بتروح الكعب ولا بتروح القدس. بتروح بتصلي اتجاه القبلة ولا بتصلي اتجاه الشرق. كل واحد يعني ايه بفكره وثقافته وهو يعني بيعمل الخير وطريقه لربنا. مجرد ما قلت كده بيني وبين نفسي حسيت ان انا بقوله ده في حاجة مش مظبوطة، الكلام ده مش مظبوط. الو ألبير، اوكي الكلام ده كويس جدا. انت معايا؟ الو. انت في حاجة مشكلة حصلت عندك ولا؟ لا مفيش حاجة، انا بس كلامك سمعت كله. طيب باختصار، سوري انا توقفت بس ثانيه عشان بحسب حصل عندك مشكله. باختصار 2005 اكتشفت ان انا فعلا ملحد لما ابتديت براجع نفسي في الكلام اللي انا قلته، فلقيت مصادر الكلام بتاع الدين ده موجود في الديانات القديمه و حتى فكره ربنا لما ناقشتها بيني وبين نفسي اكتشفت ان انا ملحد في 2005. اوكي، فاذا في ناس كتير موجودين ملحدين من قبل ما احنا نسمع عنهم دلوقتي. هي وجود الثوره بس اللي خلى الناس تبتدي تعرف ان في ملحدين. يعني انا واحد من الناس اوريدي شغال من 2008 و2009 ماشي في توعيه في الشارع، مظاهرات، وقفات احتجاجيه هنا، ما اعرفش ايه هنا، ماشي. من بعد الثوره لما الناس بقى كانت متابعه البير وابتدت تشوف ايه 25 يناير وابتدت تشوف البير ده، اكتشفوا ان البير ده ملحد. فالالحاد ما ظهرش من بعد الثوره، ماشي. هو الناس اكتشفت ان في ملحدين بعد الثوره. وعندنا كريم عامر قضيته كانت 2005 تقريبا، ماشي. يعني اهو في حد موجود. لو انت بتقول لي ان الالحاد ده مالهوش رواد فكريين حاليا، لا يعني هتلاقي كتير. حامد عبد الصمد ده مثال من الامثله. هتلاقي مدونات كثيره جدا لشباب مش قادره ان هي تروح تعمل كتاب او كذا. هتلاقي اوريدي مدونات موجوده من 2005 و2006 و2007 و2008، ماشي، بتنتقد الدين وهي مدونات حاديه. هتلاقي مين تاني كان في حد لسه على بالي برضه؟ هتلاقي مثلا حد زي الأديب كرم صابر حاليا اللي هو بيواجه حكم بالسجن 5 سنوات، حكم مشدد عشان مجموعة قصص اسمها أين الله. اوكي، فمش معنى ان انت مش عارف ان في ملحدين كتير ان الالحاد دول ظهروا فجأة او كده. هو حاليا في كتير ما عندهمش. بس اقف عند النقطة دي عشان خاطر اتفضل. انا في الفيديو بتاعي قلت بالفعل وكررتها قدامك تاني، يوجد ملحدين على اساس فكري ولكنهم قلة، ليسوا بهذا العدد اللي بيظهر على شبكات التواصل الاجتماعي. مش ممكن العدد ده كله يكون هؤلاء على تيار فكري واصحاب الروايات مثلا زي حامد عبد الصمد. مش كلهم اكيد كده، قلت فيه كده، بس الاغلب الاعم مش كده. ما هو هديك مثال من الامثله. عارف المثال اللي انت بتقوله هو مثال حقيقي، بس ما ينفعش تاخد بيه ان الالحاد ظاهره. ليه؟ لان في مسلمين كتير جدا ومسيحيين كتير جدا وبهائيين وشيعة كتير جدا، ولكن هل كلهم فعلا قرأوا ودرسوا وفعلا ودرسوه بشكل محايد ووصلوا له ولا لا؟ ماشي. فاللي انت بتقوله انت خدت فعلا مثال جميل، ولكن ده ما يدلش ان دي ظاهره ولا لا. يعني ينفع كده بقى اقول لك ان الاسلام ده ظاهره في مصر؟ لان هتلاقي كتير جدا هم مسلمين. يعني انا اقدر كده اقول لك بنفس طريقه كلامك وتفكيرك، اقدر اقول لك ان الدين هو مجرد ظاهره، لان الناس بتتولد بتلاقي ابوها وامها مسلمين بيطلعوا مسلمين، ابوهم وامهم مسيحيين بيطلعوا مسيحيين. فهي دي مجرد ظاهره فقط، انما دول فعلا. لا الاسلام مش ظاهره. انا بقول لك مثلا على طريقه كلامك. الاسلام له تراث. نعم، الاسلام له تراث خاص بيه، له تاريخ فكري، له تراث، فمش ظاهره.
ده مرتبة فكرية عالية جدا بناها السلف، وبناها من بعديهم وبناها من بعديهم، بنت فوق بعضها. اوكي، انما الالحاد في حد ذاته يا اما تيار فكري يا ظاهرة، انما مش ملوش يعني ايه ظاهرة؟ ظاهرة بمعنى ايه يا هشام؟ يعني فهمهاني. يعني ظاهرة اسمها الحاد في مصر؟ يعني الظاهرة دي بتطلق على الاشياء الطبيعية. يعني التحرش ده ما ينفعش اسميه ظاهرة، دي مشكلة اجتماعية او وضع اجتماعي موجودين فيه. ما ينفعش اقول ان الشذوذ مثلا ظاهرة، ولا اقول التحرش الجنسي ده ظاهرة، ولا الاغتصاب ده ظاهرة. ما يعني لا، انت ازاي بتصفه كظاهرة؟ خلفيه في موضوع تاني. يعني مثلا عبدة الشياطين، قضية عبدة الشياطين في 96. طبعا انت عارف القضية دي، انت مصري وعارف ان كان في قضية عبادة الشيطان، المجموعة كانت بتروح عند قصر البارون وما الى ذلك. انا من مصر المجموعة الجديدة دي وعارف اللي حصل ايه. كمل. عارف اللي حصل. هل ده كان ظاهرة في وجهة نظرك، ولا هل ده كان ده اساس فكري، ولا هل الناس دي فكرت، ولا الناس دي لجأت للظاهرة لاسباب اجتماعية وكانت اجتماعي؟ بختلف معاك في تسمية ظاهرة. يعني ده موقف حصل فبنحلل الموقف ده ليه. انما اقول لك التيار الفكري ده او الناس اللي بتعمل كده دي ظاهرة. ما هي انا بشوف ان الموضوع كلمة ظاهرة دي ما ينفعش تطلق على هذا الحدث. هو ده اختلافي معاك في كلمة ظاهرة. يعني انا اتناقشت، يعني لما اتناقشنا في كون ان في ملحدين ولا ما فيش، فاحنا متفقين لان احنا بنحلل الوضع القائم فعلا. ماشي. انما احنا مختلفين في التسميه. تسميه ظاهره هي سبب اختلافي معاك في التسميه دي. ظاهره ما ينفعش اقول ان التحرش مثلا حاليا ظاهره، ان الشذوذ الجنسي ظاهره. لا، دي مش ظاهرة. ده شيء موجود في المجتمع، ممكن نشوف أسبابه إيه ونتناقش فيها. إنما أسميها كظاهرة هنا المصطلح ما بقاش دقيق، ما بقاش في محله. هي دي نقطة بس كلمة ظاهرة. اوكي، لو على فده المصطلح وجه الاختلاف دي. مش وفي ممكن النقطة رقم نختلف فيه. 2. النقطة رقم 2 في أول نقطة قلتها اللي هي زي الشواذ جنسيا وغيره. هو تشبيه. ماشي. في هتناقش معاك في شويه. مش كل من يشعر باضطهاد بيبقى ملحد عشان يعبر عن ان هو رافض القيود بتاعت هذا المجتمع. الناس ابتدت تبقى ملحدين ليه، او ليه الملحدين؟ اولا في الاول بس نقطه، الناس ابتدت تعرف الملحدين فين لما ابتدت تخش على الفيسبوك. اوكي. وسوري، كان اغلب اللي موجود على الفيسبوك كشباب وولاد وبنات كان الغالبيه العامه يا اما اغاني حب، يا اما تعارف بنات، يا اما تعارف شباب، يا اما ما اعرفش فريق كوره، يا اما حاجات كده، يا اما حكم، يا اما كتب. ماشي. كان ده اغلب اهتمامات الشباب. كان صعب جدا ان انت تعرف ان في صفحه للملحدين او تكتب عن الالحاد، لان ما كانش اوريدي في حريه في مصر. حتى الحركات السياسيه زي 6 ابريل وكلنا خالد سعيد وغيره ما كانتش معروفه ومنتشره جدا ما قبل 2010. اوكي. وخصوصا ان الفيسبوك ابتدى ينتشر ويتعرف من بعد 2008. اوكي. فالناس ما كانتش تعرف هل فعلا، يعني زي البهائيين ما سمعناش عنهم غير في التلفزيون. رغم ذلك في بهائيين كتير. الشيعة. فسبب ان الاعلام في مصر ما كانش فعلا بيشوف مشاكل المجتمع ولا يعرف المجتمع ده شكله ايه ولا فكر المجتمع، فالناس ما كانتش تعرف. اوكي. موضوع زي الشواذ جنسيا، انا اعرف كتير شواذ جنسيا مسيحيين ومسلمين. وعايز اقول لك قبل قضيتي بالظبط باسبوعين، لا قبلها بشهر تقريبا، كنا في رمضان، كان في اواخر رمضان، كان هتلاقيه تقريبا في شهر 6 7 8 قبل قضيه بحاجات بسيطه. ولد على الفيسبوك ابتدى يكلمني، انا حابب اتكلم معاك ما اعرفش ايه، طب ان ينفع نتقابل ما ينفعش نتقابل. كان في الهرم، رحت له اكتشفت ان الولد ده عمره حوالي 22 سنه وهو جاي سالب، يعني بيحب يتخذ وضع المراه. وابتدى يتكلم معايا في الدين الاول. ماشي. وانت ازاي بتقول ما فيش ربنا و الخ الخ الخ. من بعدها صرح لي ومن كلامه فهمت ان هو شاذ جنسيا. حتى ما رضيتش اكسفه واحرجه واقول له طب ازاي انت عايز تمارس معايا، ازاي انا عايزني امارس معاك جنس دلوقتي او نمارس جنس دلوقتي واحنا في رمضان وغيره مؤمن بكذا ومش مؤمن بكذا. ويعني تطرقنا لبعض هذه الامور باختصار. فمش شرط ان كل من هو مضطهد ماشي في المجتمع هيتجه للالحاد، لان ده مثال انا اوريدي يعني فعلا حصل معايا. انا لا بدعيه ولا يعني انا ما بحبش اكذب او ادي مثال ما حصلش. ممكن اقول لك نفترض مثلا او حصل معايا هقول لك حصل.
اوكي فاهم ان انت مش مفروض. طبعا المسيحيين في كتير مضطهدين فيهم، والشيعة والبهائيين وغيره وغيره وغيره. معنى ذلك ان دول خلاص ما بقوش موجودين وبقوا ملحدين عشان يحاربوا الاسلام او عشان يقولوا ان احنا مضطهدين. يعني دي نقطة بأخذ عليك فيها يا اخ البير. انا عشان بس نقفز النقطه دي، عشان عايز اسالك سؤال تاني عشان نقفز النقطه دي. اولا قبل ما اقفز النقطه دي هقول يعني نقطتين كده في السريع. مساله الشذوذ الجنسي مفيش تقول مش شرط، اكيد مش شرط، بس انا بتكلم عن ظاهره عدديه. العدد ده جه منين؟ العدد ده جه من تجربه، انت قلت تجربه شخصيه، انا ليا تجارب شخصيه مع ناس مسيحيين اعرفهم، مسيحيين بيروحوا الكنيسه وبيقولوا على النت ان هم ملحدين، اوكي، وبيكتبوا على النت ان هم ملحدين. كتير عندي كده، كتير فعلا، وانا بتفق معاك في اللي انت بتقوله لانه حصل معايا بالفعل وشفته. بجد كتير من اللي بيدعوا ان هم ملحدين ان هم في الاساس مسيحيين، ولما باجي انتقد العقيده المسيحيه في شيء بلاقيهم هاجوا وصاروا ضدي، ومن هنا بحذفهم وبعمل لهم بلوكات، وبعدين بشيل بلوكات. بس هم اتحذفوا من عندي لان انا مش حابب حد يستغلني في فكره هو بيروج ليها، او يعني يبقى حد منافق او كذاب عندي. خليك صريح، ما عنديش مشكله اذا ما تكذبش. تمام ماشي. بالنسبه للشواذ جنسيا برضه حصل كذا مره على الفيس حوارات مع ناس شواذ جنسيا، وقالوا لي سبب كرههم الاسلام مساله ايه؟ عموره في سدوم، اللي هي بتاعت قوم لوط، وتحريم سدوم وعموره، وتحريم مساله الشذوذ في الاديان. ما علينا، هنقفز نقطه ثانيه انا هسالك عليها عشان المشاهد برضك. النقطة الثالثة اللي هي العلمانية ثم موضوع التبشير. يعني دي نقطة ما ينفعش تفوت كده. دي أنا فيها مختلف معاك شكلا وموضوعا. كونك إن أنت تقول إن الإلحاد حاليا بيتروج له عشان لما نبقى في مجتمع ملحد ممكن بعدين يبقى أسهل إن الناس دي تصل للمسيحية. يعني منين انت بتهد فكره وجود اله اساسا، ومنين انت بتقول ان الاديان دي خرافه، وبعدين هترجع تقول لهم لا خليكم مسيحيين، مسيحيه الحق. فاللي انت بتقوله ده يعني لا بص، عشان ما تبنيش على خط البير، معلش انا ما قلتش كده، انا قلت ممكن انا فاهم غلط، انا مش بجيبك على خط، انا بقول انا فاهمه من كلامك. لا، الرؤيه النهائيه اللي انا عايز اقول في النقطه اللي انت قلتها دي، ان انا جيل او مجموعه بتضحي بالايمان المسيحي الظاهر وبتخليه باطنين في قلوبها، وبتنشر منهج العلماني او الالحادي في المجتمع عشان جيل تاني يجي من بعدها، او عشان من ناحيه تانيه يشتغل حد تاني يبشر. يعني مثلا في كم هائل من المسلمين كاكثريه كبيره قوي في الوطن العربي. الاكثريه دي لو انا وجهتها في اتجاهات مختلفه، مثلا الى المسيحيه والى الالحاد والى العلمانيه والى كذا اتجاه، اصبح عندي التطرف اللي بيواجهني اصبح غير موجود. فاصبح في فرصه للمبشرين ان هم يمارسوا ده بحريه. وده على فكره الغلط مش من الملحدين ولا المسيحيين، الغلط في الظاهره دي المتطرفين. يعني انا مثلا لما حصل مثلا مجموعه من المبشرين في ليبيا تم تعذيبهم، انا كنت ضد ده، انا كنت ضد تعذيب اي مبشر، وبالعكس انا عندي نسخه من الكتاب المقدس، ومع اتاحه الكتاب المقدس للبيع عادي جدا، ومع التبشير ان هو يتم، لان انا واثق من ديني، واثق من ايماني، واثق من عقيدتي. ايه المشكله انك تبشر بعقيدتك وانا ببشر بعقيدتي؟ اوكي. واللي بيزيدني اكتر انتقاد للذات او انتقاد للمجتمع الاسلامي، ان لما بشوف في اوروبا مثلا التبشير بالاسلام او الدعوه للاسلام بتتم بحريه عنها في المسيحيه مثلا في مصر، اللي هم اصلا المسيحيين يعتبروا اصحاب البلد وما الى ذلك. فده شايف الغلط الاساسي في ده التطرف اللي جاي من المجتمع الاسلامي، هو اللي نشأ ده. بس اللي انت قلت عليه برضك انت ما بتحبوش، اللي كده او التطرف، فاهمني؟ التطرف الاخر اللي هو بيشد سوري اتفضل كمل. طب ما انت هو شخص علماني، هل العلمانيه هنا خليتك تبقى ملحد؟ يعني كونك انك تدمج ما بين العلمانيه والالحاد،
ماشي، ده يعني ده شيء مش في محله، لان انت دلوقتي شخص علماني بتقبل المختلف معاك في الراي، زي ما احنا بنتكلم دلوقتي مختلفين في ايديولوجياتنا من ناحيه السياسه والدين، ولكن بنحترم بعض مفيش بيننا عداوه او كذا. ماشي، فدي من دعاوي العلمانيه، ان انت ايا كان دينك ما تطبقهوش عليا وما تفرضش عليا الثوابت بتاعتك. هي بالنسبه لك ثوابت، انما هي بالنسبه لي مش ثوابت. فهذا هو الفكر العلماني. فمنين انت بتقول ان العلمانيه دي ماشي هي بتستخدم الالحاد عشان بعدين ممكن بعدين يصل المسيحيه او الكلام ده؟ يعني الربط هنا مش مظبوط، لان انت هو شخص علماني ومسلم، وانا كملحد ما فيش مشكله بيني وبينك. انت اللي جيت كلمتني، انا عمري ما قلت لك خليك ملحد ولا انت ازاي مسلم والقران بيقول او الكلام ده كله. لم افعل معاك هذا الكلام تماما. يعني اديني انا واحد من الناس مثال بيوريك، يعني بيوضح ان انت اللي بتقوله فعلا مش مظبوط. اوكي، وانت هو شخص علماني مسلم، ولا انا عندي بيني وبينك مشكله حتى لو مش علماني. انا ما فيش بيني وبينك مشكله، انا طالما ان انت انسان عندك مبادئ بتعملها فعلا وبتعمل بيها ما بتكذبش، انا هتكون على عيني وعلى راسي. حتى لو انت مسيحي مسلم بتعبد ايه، انا ما عنديش مشكله في معتقدك. ماشي، إذا بس كان يوم ما هلاقيك بتختلف معايا في مبادئ وقيم انسانيه، هنا انا هقف قدامك. اوكي، فما ينفعش تقول لي العلمانيه بقى ايه هي هتخلي الناس تترك الاسلام. يعني إيه كلامك ده سوري مش عايز احلل شخصيتك، بس كلامك ده بيوحي لي انك شخص عندك بس تخوفات على دينك وعلى فكرك الديني مش اكتر، مش شايفها موضوعيه. هو ديني اولا انا مش خايف عليه، ديني انا في الاقوى مني بيحميه يعني. مبدئيا انا عايز اقول مساله مهمه جدا، ان العلمانيه والالحاد عارف ان هم مش حاجه واحده، بس يعني في مصر هنا للاسف العلمانيه بقت غطاء للالحاد، واللي اكد على ده حركه زي حركه علمانيون بقياده احمد سامر وحمد عبد الصمد وغير بعد اذنك ذلك. بلاش تذكر اسماء تصدر ناس. بيانات دايما. اوكي، بص انا معاك، بختلف مع احمد ماهر وبختلف مع احمد سامر شكلا وموضوعا، اوكي، في حاجات كتير، بس ما بحبش اتعرض لاسماء الناس. يعني ايه، انا ما بتعرضش ليهم خطا، انا ما شويه. بتعرضش اشخاص. بص يا تمام، قلبيه، انت ما بتتعرض بتعرضش. لفكر واسلوب او سلوك معين. تمام. لا، انا ما بتعرضش لشخصياتهم ولا لحياتهم الشخصيه، انا بتعرض لتصريحات قالوها. احمد سامر طلع في برنامج على CBC وقال انا ما يهمنيش انت تؤمن بايه، ما يهمنيش الدين، وقال ان الدين لا يفرق عندي بشيء، يفرق عندي الاستقرار، سواء ان هيحققوا نظام اسلامي او نظام علماني او نظام الحادي. قالها هذا الكلام، وده بناء على التصريحات. حامد عبد الصمد قال تصريح في مره قلب الدنيا بتاع الاسلام، الفاشيه الدينيه بدات بفتح مكه. اوكي، تمام. فالمشكله بدات بالتصريحات دي. انا بتكلم بناء على تصريحات هم قالوها، انها مش على اشخاص، فانا يعني تمام. مش متفقين على النقطه، اشخاص. مش محتاج تسرد فيها تاني، يعني متفقين فيها. تمام. طيب، النقطه الثانيه كنت عايز اركز فيها لو تسمح لي. اتفضل. نقطه الهجوم او الاستفزاز. بنجد كتير جدا وما تزعلش مني قلبي في اللي انا هقوله. لا اتفضل اتكلم براحتك خالص، انا عمري ما هزعل منك، لان انا حد انت بحبه جدا وبنحترم بعض، مش بنهين بعض او مش بنكلم بعض دلوقتي عشان حد فينا يسخر من معتقد التاني او يهين شخص التاني. فما تقلقش تماما، قول اللي انت عايزه، وحتى لو بتنتقدني انا ما عنديش اي مشكله. لا، انت ليك حريه كامله تعمل اللي انت عايزه، لان انا مش اله، انا مش ربنا عشان احاسبك. انا بس بقول لك انتقدك، وانت ليك الحق تتقبل الانتقاد او ما تتقبلوش. كويس، انت ايه تمام. متقبل يعني. انت مثلا كاتب على الفيسبوك ما بين قوسين كده تحت ناكح الالهه او ببعض ايه. ناكح الالهه ده النيك نيم اللي انا متخذه لنفسي. بالظبط. تاني حاجه، عامل فيديو بتتكلم فيه عن الله، ان فيديو ساخر عن الله والملائكه والشياطين وما الى ذلك. تمام. انت بتتكلم بحس روائي والحس تخيلي وانت شايف ان الخيال امر لا يحاسب عليه. لا، معلش يعني، ده ليس خيال. ما انت هنا تتكلم عن اشياء مقدسه بالنسبه لي، اشياء انا بحترمها. الاستفزاز الالحادي بيوصل لاقصى الدرجات من السب، وخصوصا الناس اللي باسماء مستعاره، ومن شتم المقدسات بتاعتنا، وشتم هذا الدين، وشتم كل شيء والتهجم الاستفزازي على الدين. يعني انت يعني بتعمل ايه؟ طيب انت فاكر ان انت مثلا لما هتهاجم الدين او هتشتم الدين انت هنا هتكسر حاجز التطرف؟ انت هتزيد التطرف. يعني بعض الملحدين يقول لك انا لما بشتم الدين او بمزق مصحف انا كده بعدي شط مع الشخص اللي قدامي
فيصبح ان هو يشك في الاسلام او يشك في الدين. ازاي الاله ما حماش الدين لما تم تمسيك المصحف او تم سب الدين او شتم المقدسات بتاعت الدين؟ بالعكس، انت حاجه من الاثنين: يا بتزيد الناس ايمان لان هم بيعتبروا ده اختبار ليهم فبيزدادوا ايمان اكتر، يا اما انت بتزيد الناس تطرف. فانت في الحالتين ما بتزيدش الناس، ده انت بتدي مبرر للتطرف ان هو بص شوف دول بيعملوا ايه، واحنا طبيعه المجتمع عندنا ما بتتقبلش ده. فطبعا المتطرفين بيبرروا اعمالهم بالاعمال اللي متطرفه برضك من الشتائم والسب. بينما الحد لو كان تيار فكري مثلا او بيناقش الدين بينتقد الدين بشكل موضوعي بدون سخريه، كان هيبقى افضل بكتير. يعني مثلا روايه ولاد حارتنا روايه تعتبر بتتكلم في اشياء دينيه كتير ومعديه حدود كتير في الدين، ولكن الروايه لما اتمنعت الناس برضك اشترت الروايه والناس كانت مع الروايه. عايز اقول في الاخر ان انت تنتقد الدين على اساس انتقاد فكري وتتكلم في العقيده وتناقش العقيده براحتك مش مشكله، انما انت تسب الدين وتشتم الدين لا. وفي ناس كتير من الملحدين ده بقى اللي خلينا نقول انها غير تيار فكري وغير مبنيه على اساس فكري، ان المفكرين اللي بيفكروا مثلا زي حضرتك او زي قله قليله زي مثلا الاخ عبد الرحمن صبري. الاخ عبد الرحمن صبري عامل قناه على اليوتيوب ايضا ما بسمعوش بيغلط في الاسلام، ما بسمعوش بالعكس بيدي انتقادات، وممكن انتقادات قبل النقاش وقبل الطرح. بينما معظم الاسماء المستعاره بيشتموا فقط، هما بيخشوا شتائم فقط. في واحد اسمه ملحد سعودي كل فيديو يخش فيه مجرد شتم في الاسلام، مجرد شتم في الاله او في النبي، مجرد فقط. يعني طب انت ايه ده بعدين؟ يعني هذا امر متفاهم كلامك جدا، مش هيضايقنا على الاطلاق، مش هيضايقنا، ولكن هو مش ضدنا، ده بالعكس ده في صالحنا، لان انتوا بالشكل ده بتبين الحياه على انه منهج تافه ازدرائي ولا او منهج تهكمي بمجرد شتايم والسب وما الى ذلك، مفيش اي فكر ليه ولا اساس. كمان انت بتطرح افكار واساس وسبل ساعتها ممكن الواحد في ناس كتير ممكن تتقبل الملحدين في المجتمع وتحترم الملحدين في المجتمع، يبقوا ناس عايشين معانا جدا، مش هيحتاجوا ان هم يسافروا بره مش اي شيء. مظبوط. نقطتين بس من كلامك باختصار هتناقش معاك فيهم. انت لما قلت لي انك بتختلف او ذكرت ان احمد سامر قال انا ما يهمنيش الدين وما يهمنيش انت تعتقد بايه، يهمني الاستقرار. ولما انتقدت اسمه ايه ده حامد عبد الصمد لما قال الفاشيه الدينيه بدات بعد فتح مكه الخ من هذه الامور، ماشي. ما هو ده هنا انت بتقول ان فعلا التيار الالحادي اهو ليه منهج فكري وليه افكار وبيناقشها، وهذا هو يعني هنا بنتكلم في منهج فكري. ففكره ان الالحاد هو ظاهره وما لهمش منهج فكري، فعندك اهو امثله كتير، ماشي. ومع الوقت لما الناس دي اوريدي يبقى متاح ليها ان هي تتكلم في الاعلام. يعني حامد عبد الصمد لما قال ده كان بيقوله في حوار العلمانيون، ماشي، في ندوه العلمانيون، ماشي. ما كانش في التلفزيون، لو كان قدامه متاح في التلفزيون واتطلب في برنامج، او لو كان البير مثلا مثال من الامثله وغير البير وحامد عبد الصمد وناس كتير اللي هي بتناقش كفكر مش مجرد بتزدري او بتشتم زي ما انت بتقولها، ماشي. لو متاح ليها ان هي تتكلم في التلفزيون والاعلام هتكتشف ان في كتير جدا ناس عندها فكر بالفعل، مش مجرد ناس بتشتم وخلاص، او مجرد شويه مسيحيين او شويه ناس متخلفه داخله مجرد بتشتم وبتسب وخلاص. دي نقطه. النقطه رقم 2 زي موضوع ناكح الالهه او كذا، في مقاله عندي باسم ناكح الالهه، ومنها انا غيرت اسمي من متحرش بالعقول، يعني الاسم الاساسي بتاعي واسم المدونه بتاعي الاساسي متحرش بالعقول. انا بحاول اتحرش بعقول الناس بالافكار وبالاسئله اللي بطرحها فقط لا غير. انا ما يهمنيش بقى العقل ده يروح فين يعمل ايه، انا بس بتحرش بعقلك بان انا بسالك سؤال او بطرح فكره. اوكي. غيرتها لناكح الالهه لاسباب كتير، مش موضوع ان انا اتكلم عن المقاله هي اوريدي اتمسحت قبل القضيه، ولكن انا عدت كتابتها ولسه بكملها. فكره ان في البعض مننا بيسخر من الدين، يعني روايه زي روايه ولاد حارتنا هي لم تتحدث عن الدين نهائي، هي روايه احداثها كتير زي احداث اللي حصل مع ما يعتقد البعض بآدم ومحمد والمسيح وغيره. اوكي. فهنا ده شكل روائي، زي ما انا لما قلت مثلا انا ليه ما نقولش ان الشيطان هو اللي خلق الكون
وحصل ان ربنا اغار من الشيطان وبناء عليه كذا. فهنا انا ولا سبيت ربنا، يعني نجيب محفوظ لم يسب اي دين من الاديان ولا نبي من الانبياء، هو طرح قصه زي مجموعه القصصيه بتاعت كرم صابر لما قال في مجموعه القصصيه اين الله، ماشي، المجموعه فيها جزء ايماني وجزء الحادي، هو بيتحاكم بسبب قصه كتبها. نجيب محفوظ اتحارب وتعرض للاغتيال عشان مجرد فكر قاله. فرج فوده يلي بتقول لي الملحدين ما لهمش اساس فكري، لو قلنا مثلا فرج فوده وسيد الامن دول هم يعني موجودين من الثمانينات والتسعينات ولحد النهارده موجودين وفكرهم موجود، انا اسف مش قصدي، فهم دول تيار فكري اهو. فرج فوده اتفضل. اللي قتلوا على الدراجه 2، اللي مشي في جنازته مئات بل الاف مشوا في جنازه فرج فوده ولا لا؟ تمام. الاف مشوا في جنازته. اذا المتطرفين هم مش بيمثلوا مسلمين. انت كده بتعاقب الكل بذنب لا 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 لا، انت فهمتني غلط. سوري انا اسف، انت فهمتني غلط. انا مش بتكلم ان الدين الاسلامي دين متطرف، وانا ما قلتش ده في كلامي نهائي، ماشي. انا بقول لك ان اهو في ناس كتير اهو ده منهج فكري، ماشي، وبسبب ان الكلام ده البعض بيشوفوه اساءه. لما انا اقول لك انا عايز اقول لك اول يوم ليا هنا في سويسرا كنت شبه هوصل لخناقه وهتوصل بدمي مع 3 توانسه واثنين جزائريين، عشان بس لما حبوا يتكلموا معايا في الدين بيسالوني انت مسلم؟ قلت لهم لا. قالوا لي انت مسيحي؟ قلت لهم لا. قالوا لهم انت ايه؟ قلت لهم انا ملحد، لا اعتقد بوجود اله ولا اعتقد بالاديان. فعايز اقول لك انا مجرد ما قلت له كده، واحد قال لي يعني انت ما بتؤمنش بمحمد، ما بتؤمنش بالقران، ما بتؤمنش بالله الهي والهك اللي خلقك، انت كافر، انت كذا. وكانت هتدور خناقه وهم كانوا حالفين ان انا خلاص يعني لازم هموت لازم هموت. والموضوع ده ما اتحلش غير بتدخل الشرطه وفصلونا بعيد عن بعض نهائي، لان هم خلاص هم يعني قالوا الشخص ده لازم هيموت لازم هيموت. اوكي، انا مش بنتقد او مش بقول ان المسلمين متطرفين او كذا، انا مجرد ما بعبر عن فكره، ماشي، او وجهه نظر مختلفة عن وجهة نظرك فأنت بتعتبرها إزدراء. يعني مثال من الأمثلة لما نذكر آية من القرآن ويقول أولئك كالأنعام بل أضل، يصفهم بالأنعام بل أضل، يعني سوري زي الحيوانات. أو لما قال على اليهود سيروا قردة وخنازير وما أعرفش إيه، زي لما أقول لقد كفر الذين قالوا أن الله عيسى ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة. دي تعتبر شتيمة ولا وصف؟ ده السؤال ليا. لما اقول لك انك كالانعام بل اضل لانك مؤمن بالقران او كذا او كذا او كذا، او اقول لك انت كافر عشان مؤمن بذلك، دي شتيمه؟ مبدئيا عشان بس ما نخرجش بره النقطه اللي انت قلتها، السؤال اللي سالته دلوقتي عشان نجاوب عليه. الاديان عموما، اصحاب الديانات الاسلاميه بيعتقدوا غير المسلمين هم بيعبدوا الشيطان ويذهبون الى الجحيم. المسيحيين يعتقدون غير المسيحيين، اي حد لم ما تعمدش وما حلش عليه روح القدس فهو ملهوش جنه، ملهوش جنه وملهوش مش هيكتب في سفر الحياه وهيتم بقى يتحرقوا في بحيره النار وكبريت وما الى ذلك. اليهود بيعتبروا نفسهم الشعب المختار وما الى ذلك. هذا امر طبيعي، ده اعتقاد. اعتقد ان الشخص الاخر ضال. وبعدين الانعام ليست شتيمه، هي صفه. انا بصفك، بديك، بمثلك بسلوك يعني معين. الانعام يعني البهايم تقريبا او طب لما اقول لك انت بهيم كده دي الصفه بالشتيمه؟ لا، لما تقول لي املكش هو ربنا قالش. بص ربنا دقيق، انت زي البهيمه، هم انعام، انت زي الحمار كالانعام بل اضل. تمام. وبعدين ما قالش لما اقول لك انت زي الحمار، انا عندي ده من حاجات كتير. انا لما اقول لك انت زي البهايم، انا لما اصفك واقول لك انت زيك زي البهايم بل اسوأ من كده كمان، دي مش شتيمه؟ ده مش سب؟ الكلام بيقول يعني انت مثلا تكتب مثلا رؤيه، انت تقول مثلا غير الملحدين عندهم رؤيه بل هم مضلون كالانعام. تمام. دي مش شتيمه؟ مثلا ما يعرفوش المنهج العلمي او ما يقروش مثلا كتاب وهم الاله، متخلفين عقليا. ايه يعني فلنفترض ان انا بقول ان اللي مش ملحدين دول متخلفين عقليا، دي مش شتيمه؟ لما اقول زي الانعام زيهم زي البهايم بل هم اسوأ من كده، دي مش شتيمه؟ انت مش هتتضايق منها؟ هي مش شتيمه، هي صفه.
بيصف سلوك معين، بيصف ان هو عشان هو ما فهمش الله فهو ضل عن سبيل الله. طيب هل تسمح لي بقى دلوقتي لما اقول ان انا شايف ان الله ده كائن مريض نفسي ومن المؤمنين به هم بص كالانعام؟ هل تسمح لي ان انا اقول كده ومش هتزعل؟ انت تقول ما تقول، في اله هيحاسبك لا انا بسأل عن هشام دلوقتي، هل هشام مش هيزعل من الكلام زي كده؟ وده مش نوع من الهجوم والتهجم على معتقد؟ طيب انا مش حابب ان احنا نتكلم في نفس الوقت. اتفضل. انت كده بتهاجم في صلب المعتقد، وبعدين انت معلش يعني في الكلمه الله حين يصف ناس هو بيصف صفه معينه، هو بيطرح ماشي عوده الناس اليه والمنطقيه في دينه، والدين الاكثر منطقيه. انت مش عايز تقتنع ده انت حر، بس انا شايف ان انا ده المنطق وده الصح اللي انا ماشي عليه، ده المنطق اللي انا همشي عليه ده هو ده الصح، وغيري هيبقى ضل لا يفهم شيء. زي الانعام ما بتحط عليهم كده حاجه معينه مسيرين غير لاشياء هم ضالين لا يعلموا شيء عن الكون، بينما المؤمن يعلم الله، والله حقيقه مطلقه. يعني معلش يعني سيادتك شئت ام ابيت الله حقيقه مطلقه، ومش ممكن يكون الكون ده بدون اله، واذا كان اله مش هيكون افضل من الله على الاطلاق. لا يوجد اله يناظر الله ولا يضاهي قوه الله في جميع الديانات، سواء الديانه المسيحيه التي تجعل الله بشرا، الله صلب، والديانه اليهوديه التي تجعل الله يبكي ويندم، الديانات الاخرى التي تجعل الله شيفا ويتجسد في عده الهه ويمارس الجنس وما الى ذلك. الله في الاسلام كمالي لا يضاهي اي اله. فبالفعل مستحيل انا عن نفسي اصدق ان الكون له اي خالق ماشي غير الله. اذا كان احنا مش موضوعنا إيه الله يعني. ثواني، عشان انا شايف انت انفعلت وصوتك ابتدى يعلى وابتديت يعني بتدافع عن معتقدك بالله. ده مش موضوعنا. انا بتكلم لما اقول غير الملحدين هم متخلفين عقليا، لا يؤمنون بالحقائق العلميه التي وصلنا اليها، ويؤمنون بكلام محرف وكلام اسطوري قديم جدا غير علمي بيجعلهم متخلفين. فانا أرى أنهم كالأنعام بل أضل، وأنهم كفار. هل هذا الكلام لا يعتبر سب وتهكم على معتقدات الآخرين؟ لما أقول زي ما القرآن قال لقد كفر الذين قالوا أن الله عيسى ابن مريم، أليس هذا تهكم وسب للمسيحيين؟ أنت كفرت أنت الآن مفتخر بكفرك، أنا أفتخر أن أنا ملحد. أنت كفرت بمعتقدي، أنا كافر بمعتقدك. إيه المشكلة؟ لو قال المسلمون يكفرون بعقيدة الصلب والفداء، نحن نكفر بعقيدة الصلب والفداء. لو قال الملحدون المسلمين يكفرون أن نكون ليس لديه خالق، نكفر بهذا. جميل. ولكن كون إن أنت بتصف الناس بالشكل ده أو الكلام ده إساءة للآخرين. لما اصف الاخرين كالانعام بل اضل وانهم كفار، وهيطلع سوري هتكلم بالبلدي، وهيطلع دين امهم في الدنيا وفي الاخره ماشي، وبشرهم بعذاب اليم الخ من هذا الكلام، انت كده بتتبرئ تحقر منه يا سيدي الفاضل. ما عشان كده انا مختلف مع الديانات كلها يعني. ما تحاولش تقول لي الديانات بتقول كلها كده، عشان كده انا مش مؤمن بالديانات دي، لان الديانات دي كل واحد فيهم بيدعي انه الحقيقه المطلقه. اوكي، انا برفض هذا تماما. وسبب اختلافي دلوقتي وكلامي معاك لما بتقول لي ان بنجد، انا مش بدافع عن اللي بيطلعوا يشتموا وخلاص، ما بيقولوش كلام وفكر فعلا وفكر قابل للنقاش والاخذ والرد. اللي بيطلعوا يشتموا وخلاص، يطلعوا يقول لك محمد ده ما اعرفش ايه والله ده ايه والمسلمين ايه، ده انا بختلف معاه تماما، لان انا ماشي ما بحبش هذا الموضوع. لما احب اتناقش مع حد بتناقش معاه في فكره معينه، زي فكره وجود اله، خلق الكون، كذا 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 كذا، الملائكه، الشياطين. انا بتناقش معاك في هذه الفكره ماشي، ممكن بصوره سؤال، بصوره قصه، بصوره حوار، انما ما بروحش اقول الملحدين دول ما اعرفش ايه، المسلمين دول كذا، دول كفره، دول بهايم، دول كذا. ماشي، انت بتتضايق من الناس اللي بتخش وتشتم الاسلام او تشتم معتقدك، ولما انا بلاقي في قرانك اللي انت متضايق منه، ازاي بتتقبل هذا؟ هو ده لا القرآن ما بيسخرش الناس بهذه الطريقه. ده هو يعني حتى ربنا
يعني فقل هم لهم زيك قولا كده معروفا مش وجادلهم بالتي هي احسن، جادلهم بالتي هي احسن. يعني مين كل ربنا الآيات هيقول دي لك محطوطة. انا جادلهم بناقشك في بالتي آية هي احسن؟ محددة ايه؟ وبناقشك في نص معين. انا بناقشك في نص معين. لا، ما لما هو اقول لك كالانعام القرآن بل بيتاخد اضل. بمجمله يا أستاذ، يا قلبي القرآن بيتاخد بمجمله، وليس تاخدش آية وتسيب آية. انا ما انت بتكلم عن بتتكلم عن كلام الله، مش الصلاة، بتكلم عن بتتكلم عن كلامك الصلاة. انت تصدق. اوكي. انا بتكلم لما الله الله شتمني هنا، الله هنا او كتابك الله ماشي او ما تعتقدوا الله. الله ما انا شايف ان شتمش. هو وصفني كالانعام، فانت ما تزعلش مني لما اقول الله لا انت كالانعام ما اضل بل اسوأ سبيلا. يا سيدي لا، الفاضل، مش كتابك انت يشتم. انت ضميرك مستريح وانت بتقول الكلام ده؟ ما اعتقدش. انت انا لا سعيد أقول. انا مش وانت بقول بتقول؟ كلام. بص كده دلوقتي انت كده بتخش في داخل نفسي وبتقول كلام انت ما تعرفوش هل هو داخلي ايه، وبقيت تحكم على نواياي. فاظن ان انت اكبر من فعلك هذا. لو عايز تسالني انا سعيد ولا لا، انا مش فعلا قصدي سعيد انا، جدا لا في مش ده حياتي. قصدي. ماشي وبقول الكلام اللي انا فعلا مقتنع بيه بناء عن قراءه وعن بحث وعن تامل، مش عشان انا اتولدت لقيت نفسي مسيحي او اتولدت لقيت نفسي مسلم فبدافع على اللي اتقال لي وانا صغير. انا انت لو فعلا لا بحثت في مقتنع الاسلام جدا. هتفهم. لو بحثت في الاسلام فاضل هتفهم. مين قال لك انا ما درستش الاسلام؟ يعني دي بقى مشكله المسلمين او مشكله المؤمنين بوجه عام، لان كذلك ليه المسيحيين. مثلا انا ما 2001 قلتش؟ بيتم الجمله لا ليه بتاعتك ما قلتش؟ ها، الكفار لما شتموا سيدنا النبي لما قالوا له يا مزمم، ليه ما قلتهاش دي؟ ليه حامد عبد الصمد ما قالش الفاشيه الدينيه بدات من مكه اصلا نفسها بطرد النبي ومحاوله قتله كذا مره؟ يا كان سيدي ممكن لو الفاضل في ما حريه تجيش في كلام على سن انا ما مكه قلت. مثلا في حريه. يا سيدي الفاضل، ومين قال لك ان انا لا اتفق معاك في هذا الكلام؟ يعني انت ليه بتحطني في مكان وكلام انا ما قلتوش؟ لما انا بقول لك دلوقتي برفض من يكفر الاخر ومن يحاول يتهكم على فكر الاخر او يصف فكر اخر بفكر هو باوصاف انا لا اتفق معاه فيها. ماشي، يعني انا برفض هذا. ماشي، فازاي انت جاي تقول لي ازاي انت؟ ومين قال لك انا موافق ده؟ ومين قال لك انا حاليا في سويسرا؟ مين قال لك ان انا مش متضايق من سويسرا لسببين: وجود صليب على العلم بتاعها، ومتضايق ان هم منعوا اقامه المآذن هنا ان هي تتبني. مين قال لك ان ده عاجبني؟ ومين قال لك ان انا مش محتاج مع ده؟ وبتكلم مع سويسريين كتير وبشوف ازاي هل ممكن نعمل عريضه ونجمع 10,000 توقيع على هذه النقاط ونبتدي الموضوع ده يتناقش في البرلمان ويتخذ قرار بشأنه. مين قال لك ان انا اقبل هذا الكلام؟ انت ليه بتصفني بحاجات طيب مش انا موجوده مش فيا؟ مع. مين قال لك بقى ان انا تصدق بقى ان انا مع سويسرا انها تمنع المآذن؟ تمنع المآذن يا عم، هو في مسلمين عايشين في في سويسرا؟ وجهه نظرك. المسلمين في راحوا مسلمين هناك. كتير عايشين. المسلمين اللي راحوا هناك مسلمين مهاجرين جايين رايحين ياكلوا عيش يصلوا في هدوء. انما لما تبقى دوله اسلاميه يبقوا يرفعوا المآذن. يعني معلش احنا بس بقى. اللي انت بتقوله عشان اوضح لك، انا ضد ان كنيسه تعمل جرس ولا جامع يعلق ميكروفون، بس مش ضد ان انت تبني مبنى وتحط فوقه صليب او تحط فوقه هلال. ده مبنى انت بتصلي فيه، تحط فوقه نجم داوود، تحط فوقه شطان، تحط فوقه علامه واحده قال عملت. انا ما عنديش مشكله ان انت تبني مبنى زي كده، ماشي، انما ما تطلعش منه صوت يزعجني. ولا صوت جرس كنيسه الاقيه جنب بيتي كل يوم لحد الصبح يدن 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 يدن، اصحى متضايق. ولا تحط لي ميكروفون. بس ما فيش مانع ان انت تبني زي ما بتعمل بيت دعاره وبترسم على الوش بتاعه واحده عريانه، زي ما بتعمل بره وبترسم ازازه كبيره، زي ما بتعمل كنيسه وعليها صليب. فايه المشكله ان انت تعمل جامع وعليه هلال بس ما يطلعليش الصوت؟ يعني عايز مجتمع حر بلا اي مسؤوليه دينيه خالص يعني. يعني ايه؟ لا قول كلامك تاني، ما فهمتش. يعني انت عايز مجتمع ما فيش فيه اي شعائر دينيه كده بشكلها، ما يا جرس كنيسه انا ولا قلت اديان ولا. يا سيدي الفاضل، انا بقول لك كل انسان من حقه ان هو يبني مبنى ويحط عليه اللي هو عايزه، يحط عليه بس هلال. مش ده مزعج. مش ضد ان بس ما طلعش صوت يزعجني. ما بقاش قاعد في بيتي والاقي ميكروفون زي ما انا كان في بيتنا في مصر في وش بلكونتي على طول ميكروفون. عايز اقول لك انا فعلا الصوت ده كان بيزعجني بشكل غير متخيل. ماشي، وكذلك انا هنا في سويسرا كانت شقتي اللي قبلي دي كانت جنب كنيسه، فبسمع جرس الكنيسه كتير كنت بتضايق. مين قال لك ان انا مثلا صوت المؤذن تحت بيتنا مش بيزعجني؟ برضه ما هو بيزعجني. يا سيدي بس الفاضل انا مش بحاسبك على ده ولا بقول لك بيضايقك لا ولا ما يعني بيضايقكش. انا معاك ان لا في النقطه دي صح انت بتتكلم، ممكن تكون انت فعلا في النقطه دي بتتكلم صح. في نقط مشتركه اهو، يعني في نقط ممكن نلاقيها مشتركه. ما انا بقول لك انا مش عدوك، وبلاش تقول لي كلام ان انا فعلا مش متفق معاك فيه. ما انا قلت لك انا مش عاجبني ان الاقي رمز ديني على علم بلد انا فيها، ولا لا اله الا الله، ولا صليب.
يعني انا ما احبش ابقى الدوله متبنيه او عليها اللوجو ديني. يا سيدي الفاضل، ما هنا في مسلمين. انت بتقول لي يعني انت كمسلم دلوقتي بتقول لي ما يبنوش جوامع، ما يبنوش مآذن. انا شايف ان من حقه يبني مأذنه زي ما المسيحي بيبني ساري وبيحط الصليب فوق، زي ما بيت الدعاره بيحط صوره. ماشي، انا مش عندي مشكله في ده، بس انا معاك كنيسه بيت ان هو ما الدعاره، يطلعش. الكنيسه دي مكان مقدس. انا لا اشبه يا سيدي الفاضل، انا ما شبهتش، وده سوء فهم منك. مش هقول لك اعتذر عنه، ولكن هوضح لك ربما كلامي. انا بقول لك زي ما في ناس بتبني ده وبتبني ده وبتبني ده، المشكله ليه قلت لده لا؟ ليه قلت للمسلم هنا لا ما تبنيش مأذنه؟ اشمعنى بتسمح للكنيسه وبتسمح للسوبر ماركت ان هو يحط رغيف فينو ولا جبنه، وشركات الزبده تحط بقره؟ ماشي، يعني انا مش بشبه، انا ما اقصدش ان انا بشبه بيوت الدور العباده ماشي ببيوت الدعاره او غيره. انا بقول لك زي ما دول من حقهم يحطوا، رغم ان انا شايف ان الصور الاباحيه بالنسبه لي ده شيء انا ما احبش بنتي ولا ابني ان هي من صغرها تبتدي تشوف ده، غير لما تفهم يعني ايه جنس وتفهمه بشكل راقي وتفهمه عشان بشكل هم عندهم محترم. حق، هم عندهم حق، لان صوره البقره بتعبر عن الهويه السياسيه بتاعتهم، صوره الكنيسه بتعبر عن الهويه السياسيه بتاعتهم، صوره الدعاره بتعبر عن الهويه السياسيه، بينما المأذنه لا تعبر عن الهويه السياسيه. وانا عارف المسلمين اخواني عارفهم لما هيلاقوا فرصه يبنوا مأذنه هيبنوا 2 و3 و4 و5. ايه المشكله؟ ايه المشكله ان هم يا سيدي، ولا ايه المشكله ان هم يبصروا بدينهم؟ يعني انت ازاي انت مش قابل ده؟ انا عايز اقول لك ان الجاليه المسلمه هنا في سويسرا كبيره جدا، وليا اصدقاء كتير مسلمين. فيعني ايه ما يبنوش مأذنه؟ عشان شكلها؟ يعني ايه شكلها؟ طب ما انت بتبني بيت دعاره، ما بتقولش شكله ليه؟ لا بلاش بس بقى ده نقول كنايس. في بلاد ليها ما انت هويات. بتحط لي صوره اباحيه قدامي. اقول لك على سيدي حاجه، انا عادل البير، انا بعتبر نفسي انسان عادل. لما قانون دور العباده موحد يبقى سليم في مصر والكنائس تبني براحتها، يبقى ابني احنا مآذن بره براحتنا، مع ان المسيحيين ويت بالفعل في ظلم. ثانيه. لا اللي انت بتقوله اختلف معاك وبشده. مش معنى ان انت ظالم ان انا كمان ابقى ظالم كده. انت يعني سوري، ده مثال سيء جدا ان انت بتقوله لي. يعني معنى ان واحد مسلم مثلا شتمني فاقول كل المسلمين وحشين؟ معنى ان الدوله ما فيهاش عدل حقيقي فان انا دولتي كمان تبقى ظالمه واقول ايوه ما الدول الثانيه ظالمه؟ ازاي انت بتقول الكلام ده؟ لا، الموقف متشابه. الموقف ان المسيحيين هنا في مصر المسيحيين في مصر اصحاب البلد. احنا بنتكلم في مبدأ يا هشام، مش بنتكلم في موقف. انا بكلمك في مبدأ ان انت مع الناس ان هي من حقها تعمل ده، فما ينفعش تقول لي عشان في ناس ثانيه ما بتعملهوش يبقى احنا كمان ما نعملهوش. لا، يبقى انت ايه الفرق بينك وبينهم؟ انا شايف ان هم متخلفين. يعني مثلا لو مجموعه افارقه، المساواة في الظلم عمرها ما تكون عدل. ما تدمجش، ما تحطش الظلم تحت اسم العدل. المساواة في الظلم عدل. هختلف معاك شكلا وموضوعا. المساواة في الظلم عدل، بدل ما انا اشيل الظلم خالص اعمم الظلم واقول لك ده عدل زي انت بتقول كده يا هشام. المساواة في الظلم عدل، يعني معنى ان انا ظلمت يبقى انت كمان تظلم وكده، ده العدل. بس انا يعني اديك مثال، لو دلوقتي في دوله عربيه اسلاميه بحته زي السعوديه، مجموعه افارقه او زي الامارات وات ايفر، مجموعه افارقه مثلا مسيحيين راحوا اشتغلوا مثلا في البلد دي، هؤلاء المسيحيين افارقه لو بنوا كنيسه، هل هتسمح لهم اي دوله عربيه اسلاميه انهم يبنوا كنيسه؟ يعني بنسبه 95% لا، عشان يبقى كلامي دقيق. لما انا اطبق العدل في دولتي الاسلاميه وابقى انا مش العدل بقى، لما اللي ما ينفعش اطبقه في دولتي الاسلاميه ما اطلبش ان انا اطبقه في دوله ثانيه الا لما اكون اسلاميه. بص يا دي نظره انا سامحني بشوفها نظره قاصره، لان انا عندي مبدأ، عندي مبادئ بمشي عليها. زي ما انا رافض ان ده يحصل في مصر هرفض انه يحصل في اوروبا. لا يمكن هقلب الايه واخون مبادئي اللي انا مؤمن بيها كانسان واقول لا طالما مصر بتعمل كده يبقى اوروبا تعمل كده. لا، يبقى انا كده اقريت الظلم من بعد ما انا كنت عايز ابقى انسان عادل ويبقى فيه مساواه بين البشر كلها مع اختلاف وجهات نظرهم. انا اتحولت للعكس. فكلامك ده مش قادر اتقبله منك، يعني مش قادر اسيبه كده يعني بسهوله جدا. اتفضل. انا دلوقتي بقول لك ما تاكلش، احنا الاثنين بناكل مثلا وكل واحد فينا معاه طبق، انا بقول لك ما تاكلش من طبقي، انا بقول لك ما تاكلش من طبقي، ما تجيش انا نازل معلقتي في طبقك واكل.
بالظبط. لو انا اسمح ان انت، لو انا سامح وانا اقبل، ما تدمجش. خلي الاسلام دلوقتي، بلاش نتكلم في موضوع الاسلام، عشان انا مش عايز اقول ان وجهه نظرك هي وجهه نظر الاسلام. يعني ما ينفعش، ايا كان انت مسلم ليك وجهه نظرك. في ناس بتشوفك ان انت مش مسلم، واللي انت بتقوله ده معناه انك كافر، فبلاش تدخلنا في النقطه دي. ماشي، انت مش عايز تدخل في طبق يا سيدي الفاضل، مش موضوع خوف. يعني مش عايز اللي بيسمعنا يوصل وجهة النظر بالشكل ده. يعني حابب ان هي الامور تبقى ابسط بكتير، بدون ما ندخل اللي بيسمعنا سواء ملحد ولا مسلم ولا مسيحي لنقط احنا مش مالهاش دعوه بكلامنا. بص يا هشام، انت دلوقتي بتقول لي انت مش عايز ناكل في طبقك، اوكي، بس انا ما عنديش مشكله انك تاكل من طبقي. ماشي، انا مختلف معاك في اللي انت بتعمله، ماشي، بس مش هقول لك لا زي ما انت بتعمل كذا يبقى انا كمان هعمل زيك. انا شايف اللي انت بتعمله غلط، لو انا عملت زيك بقينا وانت غلطانين. فانا لا يمكن عشان شايف واحد بيعمل غلط اقول طب ما فلان بيعمل غلط يبقى كل الناس تعمل غلط، كده بقت فوضى وكده شاع الظلم. فلذلك انا بختلف معاك في كلامك. انت مثلا هنفترض مثلا على سبيل المثال انت رئيس السعوديه وبتقول ما ينفعش واحد مسيحي يخش مصر، يخش السعوديه او دوله اسمها اكس، بلاش نقول السعوديه وبلاش نتطرق لناس. انت ليك حته ارض وبتقول انا مش عايز واحد مسيحي يخش ارضي، فانا اروح اعمل زيك ولا اقول لا انا بسمح لكل الناس تخش ارضي بناء على 1 2 3؟ لو انا عملت زيك يبقى انا كده معلش انا بقيت انسان ظالم، والمساواة في الظلم عدل، كده الظلم هو اللي هيبقى قاعده ومش هيبقى فيه عدل. فهمت؟ انا بختلف مع السوسه دي وبختلف مع كلامك ليه؟ ما ينفعش نبرر غلط عشان احنا بنعمل غلط. اوعى، انا في حياتي ما بعرفش ابرر لحد، لو ملحد، لو مصري، لو بنتي، لو امي، لو انا نفسي غلطان بقف واقول يا جماعه الموقف ده غلط، حتى لو انا اللي عملته مش عيب ان انا اعترف بغلطي. والله موقف لا، كل الناس لازم تمشي كده. يعني موقف زي ده انا ما اقدرش ولا افصل فيه، ان انا مش متفقه في الدين قوي زي الازهر مثلا. بس انا اقدر مش عايز فتوى دينيه، احنا بنتناقش في افكارنا ووجهات نظرنا. انا دلوقتي بنتكلم في نقطه بعيده عن الدين. يعني انا خرج عن الدين دلوقتي. بالظبط. لا يعني مثلا افرض مثلا بلاش الدين، يعني نتكلم مثلا في ناحيه مثلا احنا مثلا كمصريين ما بنقبلش ان الامريكان، يعني في محلات مثلا في البلاد بره لو تسمع ممنوع دخول جنسيات معينه. ده عنصريه وضد القانون والدستور السويسري لعلمك. الدستور الامريكي ما ينفعش تميز بين الناس على حسب معتقداتهم او هويتهم. لا بس انت عارف اللي انت بتقوله ده يخالف قانون والدستور الامريكي اللي انت طرحتها كمثال، ماشي؟ لان الدستور الامريكي بيقول لك ما ينفعش نميز بين المواطنين على حسب عرق او جنس او لون او دين او هويه او لغه. فاللي انت بتقوله ده ضد القانون، فمعنى انه حصل ده شيء ضد القانون وشيء مش مقبول. لا اللي حصل ده يعني الكلام ده ما بيحصلش حاليا، ولكن انا واحد صاحبي الايرلندي ده قال لي ان هم من فتره مثلا من حوالي 50 سنه كان بيحصل الكلام ده، محلات معينه ممنوع دخول جنسيات معينه وبالذات السود يعني. مظبوط، وكانوا بيقولوا ممنوع دخول الكلاب رمزا للسود. دي عنصريه وانا لا اقبلها. انت فاهم؟ مش معنى ان في ناس عملت كده ان احنا نبرر لنفسنا نعمل كده. مش معنى ان انا شايف ان انت بتسرق وبتكذب وبتقتل ان انا ابرر لنفسي اعمل زيك. ما ينفعش كده. لا ده شيء تاني، القتل ده شيء تاني. انا بتكلم مثلا انا بديها كمثال. بص انا بديها كمثال، لا اقصد الاسلام ولا اقصد التطرف، ماشي؟ واظن ان انت فاهم فكري وفاهم المستوى اللي انا بتكلم بيه. يعني بلاش تعتبر نفسك انت ممثل اسلام واعتبر نفسي ممثل الحاد. احنا بنتناقش في افكارنا فقط لا غير. صح. انا لا يعني انا اعرف مسلمين كتير جدا افضل من اغلب المسيحيين اللي اعرفهم، اوكي؟ وافتخر بده وحقيقه اقرها. انا اعرف كتير مسلمين جدا مهما بتكلم معاهم في الدين ما بيزعلوش لان قلبي يرضى معتقدك وما عندناش مشكله. جميل. بينما بجد في المسيحيين هم أسوأ من الفكر السلفي المنغلق الرجعي، اوكي؟ مفيش مشكله في ده، دي حقيقه انا بقرها، اوكي؟ فما ينفعش بقى ايه اقول لا دول ما بيمثلوش الاسلام ودول مسلمين، دول مش مسلمين اللي هم ما مش عايزين يقتلوني، عشان القران قال ومن يحارب الله ورسوله وجزاء الذين يحاربون الله ورسوله فيقطعوا من خلاف وتقطع ايديهم او ورجلهم او يصلبوا او ينفوا.
ماشي. فما ينفعش ان انا احط واحد واقول له لا الاسلام هو كذا وانت كذا مش مسلم، زي ما في بعض واحد من الناس كنت بتناقش معاه وقال لي لا معنى اللي انت بتقوله ده ان انت مش ملحد، على اساس ان الالحاد ده دين وليه وجهه نظر وحيده. حتى الاديان فيها اكتر من وجهه نظر. زي الحجاب، في ناس بتقول لك الحجاب ده فرض وفي ناس بتقول لك لا ده مش فرض. إيه لما نقرا سبب نزول الايه ده نزل لحاله معينه فقط، ما نزلش ان هو فرض على الامه. ماشي. فانت مش ممثل الالحاد، ومش معنى ان انا اختلفت معاك في نقطه ان انا بختلف مع الاسلام. اوكي انت بنتكلم مع بعض دلوقتي. مشكله الناس مع الدين في ايه؟ ان هي مش مع ود مع الله. يعني الناس مش واخده الدين بحب، الناس عايزه تاخد روشته 1 2 3 ويمشي عليها. قص ضوافر وانا صايمه مش عارف ايه. لا الموضوع مش كده. الموضوع انك يعني تحس الاسلام، جوهر الاسلام نفسه اللي احنا بنتكلم فيه. بينما بقى الحاجات اللي على الوش، حجاب، نقاب، دقن، مش ده كل ده امر ممكن مناقشته وبالفعل بيتم تجديده حسب العصر. يعني في عصر مثلا الستينات والسبعينات ما كانش لعلمك انا مش بقول الكلام ده ان انا بحارب بيه الاسلام او بنتقد بيه الاسلام، فبلاش تدخل نفسك في الدايره دي، لان انا مش هسمح ان انت تخش فيها ولا ما اخش فيها. لا انا بكلمك، انا بقول لك احنا بنتناقش في افكارنا مش بنتناقش في الدين دلوقتي. انا بالعكس مستعد ان انت تنتقد الاسلام. انا نفسي اللي هو انا مسلم اهو بقولها على الملأ. في حاجات في الاسلام بتشتبه عليا، وفي حاجات ما بقتنعش وبسأل فيها عادي، مش مشكله. انت ممكن في 1000 حاجه 1000 انتقد الاسلام من الصبح، انما ما تجيش مثلا تقولي الله ده مثلا صفات المريض، الله ده مثلا سيء. انت كده بتعدي خط احمر. ليه زعلت من الوصف ده؟ ليه زعلت من الوصف ده؟ طبعا لازم ازعل. ما هو القرآن وصفني برضه بأوصاف أنا لا أقبلها. بيبي لا أنت فاهم غلط. ليه زعلت من الموقف ده أو ليه زعلت من الوصف ده؟ لأنك فاهم غلط، لأنك مش فاهم صح في النقطة دي. هل حضرتك قلت لك الحقيقة المطلقة عشان تقول لي أنا فاهم غلط ولا فاهم صح؟ هل أنت معبر عن الإسلام ومعبر عن فكر الله عشان تقول لي أنا فاهم الآية صح ولا غلط؟ أولا أنا شايف إن الله كامل، وشايف إن كل اللي قاله مش ممكن يكون فيه نقصان، وأنت بتتهمه بالنقصان. أنا مش شايف النقصان ده. أوكي؟ أنا لا أتهمه، أنا أصفه بهذا. لا أتهمه، أنا دي وجهة نظري. زي ما هو وجهة نظري إن أنا كالأرهام بل أضل، هي ده وصفه، أنا بصفه بكده، دي وجهة نظري. مش كده، ما تخليش الشيطان يضلك. إذا كنت مقتنع بالشيطان أكيد أنت مش مقتنع. أبوس إيدك يا إنسان يا اللي ضد الشيطان. نفسي أعرف لو كائن ظهر لي دلوقتي، أعرف منين الكائن ده ملاك ولا شيطان ولا جن ولا إله ولا كائن فضائي. أعرف إزاي الشيطان؟ قلبك فهمني السؤال ده. أنا طرحته على الفكرة وفعلا أنا عايز أفهم. يا هشام، أنا اكتشفت إن أنا ملحد. أنا كنت 4 سنين تقريبا بكلم ربنا كصديق او كيان كبير قوي، وهو مش عدوي، ده كائن خلقني وبيحبني، ونتيجه حبه ليا ده فانا عليا ان انا احبه في صوره ان انا اصلي واتقرب منه وهكذا. انا فضلت 4 سنين كده ماشي، فانا ما كنتش عدو الله. اوكي، الله في ال4 سنين دول لم يهديني، وقعدت كتير يعني في 2005 بالذات قعدت كتير في صراع ما بين هل في اله ولا ما فيش اله. طب يا رب اهديني، يا رب عرفني الدين الصح، يا رب عرفني انت فين. طب انت في الاسلام ولا في المسيحيه ولا في اليهوديه ولا انت في مكان تاني؟ مفيش، ما لقيتش. فما تتهمنيش ان انا عدو الله او بحارب الله. ماشي، يعني انا فعلا انا كنت شخص، انا في وقت من الاوقات في ظل ما انا كنت بدرس من كتر دراستي للعقيده المسيحيه وانتظامي على الكنيسه عشان ادرس اكتر بجانب الدراسات الحره بجانب دراستي في الكليه، اخذت لقب الخادم المثالي في الكنيسه. يعني انا حد مثالي جدا، خادم يعني حافظ من الانجيل كتير، حد عارف تفاسير، حد عارف عقيده، حد عارف تاريخ كنيسه، حد اوريدي بيعلم الكلام ده وبيشارك في محاضرات وبيخدم اطفال وملائكه وهكذا. ماشي، انا خدت اللقب ده من كتر دراستي وقراءتي. ماشي، فانا مش عدو الله. ماشي، وما تقولش ان انت ما فهمتش الله وما عرفتش الله. طب انا ذنبي ان الله بقى ما تكلمنيش؟ ما هو كلمه انا كتبتها على الفيسبوك من 2010 سوري من 2000 من 2010 2011 تحدثت لله الكثير، اكتشفت ان انا بكلم نفسي. ما فين اي اله اكلمه ماشي ويهديني صح. ما يمكن هشام بيضللني
ما يمكن الكنيسه بتضللني، يمكن القران انا فاهمه غلط، ولا القران عفوا حصل فيه تحريف، او مثلا التفاسير دي مش مظبوطه. طب انا عايز افهم من الله، فين صوت الله بقى عشان افهم، وفين صوت الشيطان عشان اعرف واقول لا ده صوت شيطان، لا ده صوت الله، ولا صوت الخالق، بلاش نقول الله او المسيح او كذا. الله حبيبي، الله الحاجه الوحيده اللي ما ينفعش تفهمه بعقلك بس ولا بقلبك بس. انت عايز تفهم الله بعقلك بس وتوقف قلبك، لازم عشان تفهم الله تفهمه بعقلك وبقلبك الاثنين. ما ينفعش مشاعرك وبعقلك، لازم الاثنين يشتغلوا ديناميكيه معينه. ما ينفعش تفهمه بعقلك، لو شغلت عقلك بس مع القران او مع الانجيل مش هتفهمه، هتحس ان هو كتاب طلاسم وتحس هتطلع فيه تقديرات كتير. لو شغلت عقلك بس، لو شغلت قلبك مع عقلك هتلاقي كل سؤال الاجابه عندك من غير اي حاجه. ودي عن تجارب، انا كلمت الله. طب انا في ما فيهاش الكلام اللي انت بتقوله، يعني انت قلت لي القانون، لما باجي اطبق القانون ده على نفسي ما بلاقوش. ثانيا موضوع قلبك، القلب بيضخ دم بس، فانا قلبي ما بيفكرش الا بالحته. قلبي لا، انا عارف قلبي بيضخ دم، عارف انت بتقول الكلام ده، قصدي مشاعرك، الفيلينجز بتاعت مشاعر. ولو مشيت بالمشاعر هغفل عقلي. عارف مشكله الاثنين مع بعض. طيب عارف مشكله الدين ايه بالنسبه لي؟ تعريف كلمه الايمان. عارف يعني ايه تعريف كلمه ايمان؟ تعريف كلمه الايمان هي، انا قلتها كتير جدا، وطبعا اللي بيسمعوني ممكن يكونوا سمعوها مني مرتين ثلاثه قبل كده، ولكن هطرحها تاني للجديد وهطرحها لك انت هشام. تعريف كلمه الايمان على حسب الاديان كلها ما اختلفوش في هذا التعريف: الاعتقاد بامور حدثت وامور ستحدث. هقولها تاني: الاعتقاد بامور حدثت وامور ستحدث. امور حدثت زي ادم ونوح والانبياء والرسل، وامور ستحدث زي البعث والخلود والقيامه والجنه والنار والعلامات الكبرى والصغرى الى اخره من هذه القصص، كل دين على حسب معتقداته. والجزء الثاني من التعريف: والاعتقاد بكائنات لا ترى. فاذا الدين قائم على الاعتقاد فقط. انت عليك ان انت تامن ان الله هو اللي خلق الكون. طب ليه ما يكونش زيوس؟ ليه ما يكونش المسيح؟ ليه ما يكونش كريشنا؟ ماشي، لا عليك ان انت تامن بده. طب ايه الدليل ان المسيح اتصلب ولا ما اتصلبش، ولا كان موجود اساسا، ولا حصل ده ولا ما حصلش؟ مفيش دليل. عليك ان انت تصدق بده وبس. حتى لو لقيت دليل عكس ذلك عليك انك تصدق ده. فانا كوني ان انا اسلم والغي عقل وامن بهذا وبس ما اقدرش. اتفضل. ان بالنسبه مثلا كلام غير مقياس الجن، انا مره قبل كده سالت الله السؤال ده وكنت نايم، وبالفعل انت مش عارف، ممكن ما تصدقش قصه، ممكن تضحك، قصه حصلت بالفعل، وقصص كتير قوي حصلت معايا بالفعل مش ممكن تصدقها، بس انا مستعد اقسم لك بالله، مستعد اقسم بشرفي. لا انا مصدق كلامك من غير اوكي، هحكي قصه وليك ان انت ما تصدقهاش وليك ان انت تصدقها، وانا هحترمك في الحالتين، هحترم رايك. هتناقش معاك يعني وات ايفر، هنتناقش سواء انا صدقت او ما صدقتش، ما تقلقش. انا تناقشت مع الله بس داخلي، قلت يا الله اذا كان الجن موجود ليه احنا ما بنشوفوش؟ وانا كنت قاعد في الاوضه ما بين، كنت نايم على السرير بس ما كنتش نايم، كنت يعتبر صاحي، وشفت كم هائل من الكائنات اللي شكلها فظيع، يمكن بالالاف دخلوا الاوضه وخرجوا من الاوضه من البلكونه، وفضلت قلت يا رب انا مش هستحمل اشوف ده. وبالفعل اختفت كل الكائنات دي، وفهمت ان ليه ربنا بيخلي الناس ما تشوفش هذه الكائنات. كائنات غير مرئيه، هناك حقائق غير مرئيه، يعني مثلا الجراثيم غير مرئيه. في اللي انت قلته لا ثانيه، عشان انت هتخش في نقطه ثانيه هنناقشها بعد القصه دي. انا مصدق قصتك، ونقدر نقولها باختصار زيها زي الاحلام او زي الرؤى او زي الفكر اللي بيجي لك نتيجه تاثرك بفكره معينه، مخك ابتدى يبني ليها شكل وتهيأ لك ان هذا حقيقي. زي مثلا اوقات واحنا بنحلم بنتهيأ لنا ان ده حقيقه. فانا مصدق كلامك وعندي تفسير ليه. موضوع بتقول لي بقى هجيب لك اكبر مثال انت هتطرحه في موضوع البكتيريا اللي ما بتشافش وغيره. هل تقدر نقول الهواء مثلا، الهواء او درجه الحراره ما هي ما بتشافش زي الكهرباء ما بتشافش، بس انا عندي 5 حواس زي الرؤيه زي الشم زي التذوق زي السمع زي الاحساس، بقدر اختبر بيها هل درجه الحراره بارده ولا سخنه، في هواء ورياح ولا ما فيش، في حراره، في كهرباء ولا لا.
وابسط كده، حتى لو انا كائن ما بحسش وما عنديش الحواس الخمسه دي، هقدر اجيب جهاز هيقيس لي درجه الحراره، هقدر اجيب جهاز هيقيس لي درجه الريح، هقدر اجيب جهاز اقيس بيه اسمها ايه دي الميكروبات، هقدر بميكروسكوب اشوفها. القمر والنجوم انا عندي 2 تلسكوب بتفرج بيه على القمر وبتفرج بيه على بعض النجوم، ماشي، فلذلك هصدق بوجودها. انما لما تقول لي ان في قرد مثلا، انا مش قصدي سخريه، لو انت قلت لي ان في قرد بيمشي على كوكب المريخ دلوقتي وعليك انك تامن بيه، هقول لك معلش انا مش هصدق غير لما اشوف القرد ده بجد وعندي التلسكوب، هروح واشوف على كوكب المريخ وتعالى وريني فعلا ان في قرد على كوكب المريخ، ساعتها هصدق كلامك. انما ما تقوليش صدق وخلاص. انا مش مشكلتي في الكائنات اللي ترى ولا في حاجه ثابته او واحده بس يا انا مشكلتي الدليل عليها. اديني الدليل. انا ما طلبتش منك غير العنوان. تجربه اقدر اختبرها واعملها واعرف فعلا اذا كان في الله ولا لا، اذا كان في جن ولا لا، اذا كان في ملك ولا لا. طب الملائكه كائنات شكلها حلو، ليه ما بنشوفهاش؟ يعني انت قلت لي الجن عشان شكله وحش، طب الملائكه اهي شكلها حلو، ليه ما نشوفهاش؟ الله شكله حلو، ليه ما نشوفوش؟ فاذا فكره ان الجن يعني، ما هو فكره عشان انت كنت قريت الاجابه دي وما كنتش مقتنع بيها شويه، او كنت قريتها بس مش موجوده في ذهنك، انت من هنا بنيت ان الجن شكله وحش وعشان كده الافضل ما نشوفوش، وتهيأ لك ان انت شفت ده وانه حقيقي. انما لما اجي بقى اقول لك الملائكه او الله، مفيش، مش هتقدر تقول لي دي. اوكي، فهي دي المشكله. مشكلتي في كلمه ان انت امن يا سيدي الفاضل، عايزني اؤمن بشيء انا ما بامنش، اعتقد بشيء اديني ادله على هذا الشيء وانا فعلا اعتقد بيه. لو انت فعلا ادلتك قويه وادلتك بنسبه كبيره مظبوطه، عقلي هيقتنع بيها. يعني العقل بيقتنع ليه؟ بيبتدي يقيس الحاجات دي، بيشوف الكلام ده منطقي ومقبول ولا لا. لو لقاه مش مقبول بس قدامه التجربه، خلاص زي درجه الحراره ترجع لدرجه 100. جميل، انا ممكن اشوف ما اعتقدش لو رحت جربته هلاقيه حقيقي، فهنا خلاص سواء انا اقتنعت ما اقتنعتش، جرب كذا هتلاقيه فعلا، فخلاص. طب انا حصل معايا حاجه يعني اساسي مؤمن بهذا. في حاجات حصلت معايا كتير غريبه. انا الله بينفذ دعواتي بشكل غير عادي. انا بدعو الله في اشياء كتير وبتتنفذ. يعني انا اي نعم بتتنفذ بشكل طبيعي بس بتتنفذ. اقول لك على حاجه اقوى. تعرف ان انا اول 5 سنين من عمري عشتهم في العراق. كنا بنيجي مصر في الاجازات زيارات ونصيف وحاجات كده ونرجع تاني، لان شغل والدي كان في العراق. من سنه 85 لسنه 90 اغلب وقتي كنت في العراق، وسافرنا من العراق ورجعنا مصر حوالي 4-5 مرات رايح جاي. عايز اقول لك في مره من المرات كنت قاعد جنب الطياره، والموقف ده انا فاكره، كان عندي حوالي 4-5 سنين، وقعدت اقول لماما ولوالدي والدتي: بابا ماما انا شايف بابا يسوع وماما العذراء بين السماء. نفس الصوره اللي كانت على الثلاجه عندنا في البيت كنت شايفها بين السماء. ليه؟ لان انا عقلي كان متخيل ان دول يعني بابا وماما، بابا يسوع فين او السيد المسيح فين والسيدة العذراء مريم فين، ففي السماء. فلما كنت في الطياره عقلي هيأ لي ان انا فعلا شايف صورتهم في السماء ما بتتحركش ثابته. ولما كبرت وكنت بسأل نفسي هذا السؤال، فلقيت ان الصوره لما استرجعت في ذهني ماشي، لقيت ان الصوره اللي انا شفتها هي الصوره اللي انا كانت موجوده على الثلاجه واللي انا رسمتها لهم في ذهني. فمش معنى ان انا وانا صغير شفت صوره المسيح والعذراء في السماء فمعنى ذلك ان المسيح او العذراء حقيقيين. عليا ان انا اديك مثال او اديك تجربه اي حد لما يجربها يلاقيها. زي لما بقول لك درجه الحراره بترجع عند درجه 100، لو اي انسان في اي حته في العالم، لو في اي كوكب تاني وجاب شويه ميه وغلاهم ماشي، هيلاقيهم عند 100 بيتبخروا. فهنا كلامك حقيقي ومفيش انسان يقدر يقول لك كلامك ده مش مظبوط. الدين ما فيهوش كده. الدين مشكلته الاساسيه في تعريف كلمه الايمان، لان الدين قائم على الايمان. فلو شلت موضوع الايمان ساعتها انا هتفق معاك جدا. لو الدين فعلا عندك هيقول لي ازاي اعرف صوت الله من صوت الشيطان، اعرف منين ده ملاك ولا الشيطان اللي ظهر لي دلوقتي، واديتني تجربه او قانون، هصدق. البيت كلامك مقنع الى حد كبير، وربما فعلا يكون عقل الباطن هو اللي شفالي ودني قبل كده، وهو اللي فجاه وهو اللي خلاني اشوف الكائنات، وهو شفت فيلم قنديل ام هاشم؟ ماشي، انا اعتقد ان كل ده تصورات عقل الباطن. عقل الباطن ده قوي جدا لدرجه ان هو بيشفي لي ودني، ولدرجه ان هو بيعديني من حاجات غريبه يعني. ما علينا.
طب اسالك سؤال تاني، ايه الاحساس لما انا بصلي اقوم اتوضى واصلي بحس براحه يا اخي؟ يعني انا مثلا ابقى مخنوق ومش طايق الدنيا، اتوضى واصلي احس براحه. ساعات في البيت عندنا يبقوا بيتخانقوا، الزعيق واصل لاخر الدنيا في البيت وبيتخانقوا ويزعقوا، اول ما اشغل محطه القران الاقي الدنيا هديت. يعني برغم ان العيله عندي اقتصاديا، يعني مثلا خد بالك عندهم، انت ممكن تقول لي ايه؟ استنى بس، انت ممكن تقول لي ان هم سكتوا عشان احتراما للقران. لا، انا عندي عيله بدك مش متدينه قوي، يعني ممكن القران يبقى شغال ويزعقوا يتلهوا في الزعيق. فبالفعل حصلت دي اكتر من مره، كنت بشغل القران وهم بيزعقوا ملهيين في الزعيق والقران شغال، يعني مش القران سكتوا، هم عمالين يزعقوا 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 مش واخدين بالهم في القران شغال، وفجاه مفيش دقيقه لقيتهم ضحكوا مع بعض، والمشكله انتهت مش عشان انت محطه القران في البلد يعني. طيب اللي انت بتقوله ده برضو مش دليل يا هشام يخليني ان انا اصدق، ماشي؟ لان كذلك المسيحي ايضا، ما هقول لك ازاي. المسيحي ايضا لما بيصلي بيحس براحه، المسيحي لما بيروح الكنيسه ويحضر القداس ويتناول جسد المسيح ودمه بيحس براحه. فمعنى ذلك ان المسيحيه والصلاه والمسيح هو حقيقه. ما بقول لك اديني مثال وتجربه فعلا اقدر اقول بيها فعلا ده صح ولا غلط. شفاء انا بقى طب ما انا مره بنتي كانت فيها وجع. بص، ما هو ده ارجع لفيلم قنديل ام هاشم، الكلام ده سيكولوجيا ونفسيا لو درست في علم النفس صحيح. يعني الموضوع قدرة النفس زي، بص وهقولها لك برضو، يعني اكيد كلنا سواء انت او انا او اللي بيسمعه، ماشي؟ في كتير يقول لك في العملية لو انت مكتئب، ماشي، وده حتى في علم النفس عامة، لو انت مكتئب جسمك بيبقى عنده قابليه للامراض اكتر، لان نتيجه الاكتئاب ده جسمك بيفرز سموم، فبتكون نسبه اصابتك بالامراض اعلى. كذلك في عمليه لو انت ما عندكش امل، ماشي، ونفسيا مش سعيد، فالعمليه هتكون نسبه نتائجها الايجابيه ضعيفه. انا واحد من الناس بقى ولا محتاج اصلي ولا محتاج اقرا قران او اسمع قران ولا محتاج اسمع الحان ولا اخش كنيسه، بسمع موسيقى كل مشاكلي بتنتهي. بقرا شويه وبمشي في الشارع افكر مع نفسي كده واحاول يعني انعش ذاكرتي، ماشي، بحس ان انا مرتاح نفسيا ومبسوط جدا. انا في قلب السجن، ماشي، في قلب ما انا كنت مسجون ولا كنت حزين ولا كنت مكتئب ولا كنت شيء، بل بالعكس كنت مبسوط جدا. وفي السجن كتبت مقاله اسمها من فوائد الحبس الانفرادي. انا كنت سعيد ان انا بعيد عن الدنيا كلها، وكل الدنيا بالنسبه لي بتحاربني، مسيحيين ومسلمين هم ضدي، ازاي اسخر من معتقداتهم، ازاي اقول كلام عكس دينهم، ماشي، بينما انا كنت في السجن وكنت سعيد جدا، واللي هم شايفينه تنكيل ليا ده يعني كنت انا سعيد لان انا كنت مع مع النشوه الفكريه يعني. فمش ايه معنى احساسك لو النشوه الفكريه، على فكره انا بحس ان الملحد ساعات بيبقى اصلا عنده احساس بالنشوه، ان هو نشوه فكريه ما يكونش الشيطان بيخدعك بيها. ما هو نعرف منين بقى الشيطان هو اللي بيخدعني ولا ربنا؟ يعني اعرف منين المسيحي اللي بيروح يصلي في الكنيسه وبيطلع من القداس مبسوط وبيضحك ان ده مش الشيطان اللي بيضحك عليه وان ربنا هو اللي بيعمل كده؟ ما هو اديني مقياس. ما هو نفس السؤال يا هشام، يعني هي المشكله نفس السؤال. اعرف منين صوت الله من صوت الملاك من صوت الشيطان؟ اعرف منين ان فعلا هذا هو الحق؟ انا المسلم بيعمل كده والمسيحي بيعمل كده والكافر اللي مش معتقد بدين برضه عنده نفس الموضوع. فاذا هي مش مرتبطه باله او بالدين او غيره. فلذلك بقول لك اللي انت بتقوله ده مش دليل، او هو بالنسبه لي وعلى تجربتي الشخصيه وعلى فكري وعلى عقلي وعلى خبرتي في الحياه وتعيشي الحياه، بالنسبه لي ده مش دليل. تعالى فلنفرض ان انت خلاص عشت حريتك وبقيت لا ديني وبقيت ملحد، وطب الطوبة في المعطوبة قامت القيامة ولقيت كل اللي اتقال في الإسلام ده حصل، أو في المسيحية أو في الشنتو يا سيدي، في الزرادشتية حصل، وفي حساب، وإن أنت هتشرف بقى في الحساب. إيه موقفك ساعتها؟ طب ما أنا بالنسبة لي السؤال ده بيجي في دماغي أنا برضه. الركوف. ما أنا السؤال ده سألته زمان وسألته لنفسي. أنا بالنسبة لي مش هحس بخوف، لأن أنا إنسان ما كنتش بكذب، ما كنتش بأذي إنسان، ما دعيتش، ما حرضتش على قتل، ما حرضتش على أي شيء وحش، بل بالعكس كنت بحب الناس كلها وبحترمها، ولو بإيدي أي خير أعمل له حد بعمله. فأنا بالنسبة لي أنا مش بخون مبادئي ولا قيمي، فلذلك أنا ما عنديش مشكلة لو طلع أي إله من الآلهة اللي أنا ما سمعتش عنه ممكن، ماشي، أو وات ايفر، يحاسبني، أنا ما عنديش مشكلة. تعالى حاسبني. أول حاجة، أول سؤال ممكن أسأله لك، قيمك المبنية دي كلها لا شيء، لان انت ما اديتش القيمه صاحب القيمه نفسه. يعني انت مديون. يا الله
طب اقول لك على حاجه، تعالى نتخيل حوار افتراضي بيني وبين الله مثلا، او فلنفترض انا يعني ممكن نسمي الجزء ده ماشي حوار افتراضي لملحد امام الله في يوم القيامه، ولا عندك تحفظ على التعريف ده؟ لا لو يا عندك مثلا تحفظ تخيل. ماشي، تخيل، ما هو تخيل بالفعل، يعني ما بقول لك هو شيء افتراضي لانه مش حقيقي. ماشي، لا والله سألني انت ما امنتش بيا ليه، هقول له والله انا فتشت الكتب، ماشي، فتشت الانجيل، فتشت القران، فتشت الزرادشتيه المصريه القديمه غيره، وجدت ان انا غير مقتنع. وافتكر لو انت الله بقى فعلا وبتحاسبني وعارف ما في نفسي، انت عارف ان انا فضلت 4 سنين بتحدث معاك وطلبت منك انك تظهر لي الحق، فمعنى ان انت ما اديتنيش اجابه ترضي وتقنع عقلي اللي انت خلقته واللي انت عارفه، فبتحاسبني على ايه؟ انا دورت وفعلا ذاكرت واجتهدت واشتغلت، وحتى يومنا هذا بتناقش مع المؤمنين، ما عنديش اي مشكله. لو وجدت فكره فعلا انا متفق معاك فيها موجوده في القران وفي المسيحيه، لا يمكن هنكرها، زي ما انت دلوقتي انا سؤال مهم مختلف كده. معاك في شيء. سؤال مهم. اتفضل. هل لا زلت تبحث عن الله ام انت خلاص توقف البحث عندك؟ بالنسبه لي قناعتي ان لا يوجد اله. جميل، بصرف النظر عن الاديان، يعني هنحط الاديان جانبا وهنتكلم في موضوع هل تعتقد بوجود اله او لا. جميل، انا من قراءتي ومن بحثي وقناعاتي الشخصيه ومن خبرتي في الحياه ومن تاملي في الحياه، مش هقول من دراستي في العلم في غيره في غيره في غيره، لا اعتقد بوجود اله. لو في اله ووجدت دليل فعلا على وجود اله، ما عنديش مشكله، وجدت هذا الدليل عقلي فعلا ومنطقي وعقلي قبله، لا يمكن انكره. انا ازاي بنكر شيء كل الناس مؤمنه بيه؟ ولا اخجل من ان انا بنكر ده؟ ازاي كنت بقول في قلب ايام مبارك يسقط يسقط حسني مبارك وامن الدوله كلاب الدوله؟ معنى ذلك ان انا انسان لا ما ما يكونش ده. أعتقد فيه فعلا. ما انا بديك مثال عن البير، مش بقارن الله بمبارك بغيره، انا مش بقارن، ماشي، انا بقول لك ما اعتقده واصله اقوله بكل حريه بدون خوف حتى لو الثمن حياتي. فلو وجدت فعلا دليل مقنع على اله انا مش هنكره. وصلت الإجابة أو وصل لك وجهة نظري أو إجابة سؤالك؟ لو وجدت دليل فعلا على أسئلتي حول فكرة الله. نعم. بتقع في أزمة شديدة يعني ما تفكرش تلجأ لله؟ لا طبعا، والسؤال ده أنا سألته من طفلة عمرها 12 سنة، هي من كسوفه، ما تعرفش كتير عن الإسلام غير قليل جدا، كنت بتدردش أنا والأسرة بتاعتها وكنا مجموعة كده بندردش، فقالت لي طب أنت لما بتقع في مشكلة ما بتقولش يا رب؟ قلت لها لا، انا كنت في السجن وقعت في مشكله ما بقولش يا رب، بفكر بعقلي المشكله اللي انا فيها ايه اسبابها وبحلها. انما يا فرحتي عندي امتحان بكره وهتقول لي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، هينزل عليا الوحي في الامتحان وهجاوب؟ لو انا بغرق دلوقتي وقلت يا رب، ربنا هيبعت لي ملاك ينقذني؟ ولا لو حاولت اعوم هنجو من هذه المشكله؟ فانا بفكر بشكل عقلاني فعلا. ليه ما تعملش الاثنين؟ يا سيدي الفاضل، ما هو مستعد أؤمن بالعشرة مش بالاثنين بس، يعني مستعد تقول لي 10 حاجات تاني وأؤمن بيها، بس لو فعلا هقدر اختبرها ونتيجة الاختبار هتكون فعلا صحيحة زي ما أنت بتقول. يعني هديك مثال من الأمثلة. لو قلنا قضيتي والبير الملحد الذي سب الله وسب الإنجيل وسب محمد والقرآن والمسيح والإنجيل وموسى وآدم والله والملائكة، ماشي، لو قلنا ان البير هنا المفروض الله مش هيخرجه من السجن وكان اتقتل نتيجه اللي هو عمله ده، وربنا هيعاقبه وهيوري الناس في آية ان اللي بيسب الله او لا يعتقد بوجود اله هذا مصيره. فلو قلنا على هذا المثال هتجد ان الله مش موجود. يعني لو حضرتك تطبق كلامك اهو على مثالي هتجد ان الموضوع انقلب للعكس تماما. لذلك بقول لك الدين ما بيدينيش حد فاصل وتجربه افصل بيها بين الابيض والاسود، انا عايز مقياس وتجربه اختبر بيها تطلع لي النتيجه اللي انت بتقولها. ما تدينيش كلام عاطفي، ما تدينيش كلام هي مجرد استنتاجات ومجرد سوري ليه تستهتر بالعواطف؟ ليه تستهتر بالعواطف؟ العواطف دي موجوده في الكون، موجوده في الدنيا لهدف. دي الطفيليات يا راجل، دي الجراثيم ليها فايده، البكتيريا ليها فايده، والنباتات عندها العواطف ليها فايده. انا لا انكر العواطف ولا احتقرها، ولكنها ليست دليل منطقي او عقلي. مش معنى ان انا بحب هشام دلوقتي
ماشي، وهشام اخطا، فاقول لا اصل انا بحبه فايه اعديله الغلط. لا، هقول له يا هشام انا بحبك جدا وبحترمك كانسان، ولكن اللي انت بتقوله انا مختلف معاك فيه. ده انا هنا ما لغيتش عواطفي، بل بالعكس انا ارتقيت بعواطفي. فانا لا انكر العاطفه، ولكن العاطفه ليست مقياس او دليل على الشيء. مش معنى ان في ممكن مليون تاخدك واحد في بيحب المسيح، ما هو بص، مش معنى ان في مليون واحد لما بيصلوا للمسيح ماشي بيحسوا براحه نفسيه فانا اقول عواطفهم دي اخد بيها وامشي بيها. العاطفه ليست مقياس ولا دليل. لو في مثلا يعني في ناس بتعبد مثلا كائن، بتعبد البقره وبتحبها جدا وبتقدسها، فانا لو مشيت بعواطفهم او بالفكره دي هعبد البقره زيهم. فانا اقول لا لك حاجه ازداد العاطفه، ولكن اقول لك العاطفه حاجه حلوه دليل. اقول لك حاجه حلوه اتفضل. وتجربه ربما توصلك للحقيقه. ما بدل ما تحط الاله تحت الاختبار، حط الاله تحت اختبارك انت، حط نفسك انت تحت اختبار الاله، اعكسها. ازاي بقى؟ يعني ايوه قول لي ازاي. نفترض ان جربها الله فنفترض ان الله 100% موجود 100% حقيقي، وان افترضت. انت بقى عايز تثبت له او عايز تثبت ان انت اللي ان انت اللي موجود، وان انت بقى اللي ليك فايده فعلا، او ان انت فعلا اللي هو ايه، اللي انت فعلا تخلي الكائن الاله ده راضي عنك، الله جميل. راضي عنك. تخيل مثلا ده ممكن يحولك حياتك ازاي، يخليك تعمل حاجات. يعني أنا مثلا النهارده انا مثلا معايا مثلا جرب، هتلاقي نفسك لو معاك مثلا $100 هتستخسر مثلا، لو انت مثلا عايز ترضي الله او بتخطبها، هتلاقي نفسك بتطلع مثلا منهم على الاقل $5 تديهم لحد محتاج عشان خاطر ترضي الله عنك. بينما لو انت مفيش الله هتقول اديهم له ليه، ده مش لا شأن ما يضرنيش، يعني شأن ما يخصنيش. وقعنا في مشكله الاخلاق، وهقولها لك بشكل بسيط جدا عشان ما نقعش في جدليه عقيمه يبقى حوارنا مظبوط. بص يا هشام، انا اهو ملحد، ولكن لما بلاقي انسان محتاج في الشارع بعمل معاه خير، مش عشان اثبت لله اللي انا بحبه، كده انا منافق. لو انا بعمل شيء عشان اظهر قدام الناس او قدام شخص معين بان انا شكلي كويس، فكده انا مش بعمل الشيء ده من اجل مراداته، ولكن انا بعمل كده سوري بعتبره نوع من التمثيل. انا اهو ملحد لما بلاقي انسان فقير في الشارع ماشي، زي كتير في مصر. هديك مثال، يعني انا انا ما بحبش بس على الله مثلا. طب ما اسمح لي اكمل وقول. انا في مصر في وقت من الاوقات انا بحب ماكدونالدز جدا. عايز اقول لك لما في ماكدونالدز في محمد محمود، وفي ماكدونالدز كان في مدينه نصر. عايز اقول لك كتير لما بلاقي طفل شوارع قدام البتاع ما برضاش اديله فلوس، لان واحد طفل من الاطفال دول انا كنت بحب اتكلم معاهم، وعندي تسجيلات كتير موجوده عندي ما رفعتهاش زي توثيق للثوره وغيره، فيديوهات مع الاولاد دي. فلقيت ان الولد ده ان باباه هو بيخليه يعمل كده عشان اهله بياخدوا الفلوس في الاخر. فانا كنت من نفسي بطلع اديهم. اوه لحظه واحده، اوعي تكوني قفلتي التسجيل. قافله من امتى؟ بنعتذر على الانقطاع اللي حصل في الصوت من حاجات بسيطة ونكمل. بص يا هشام، أنا واحد من الناس بعمل الشيء مش أجل مرادات الله. يعني أنت بتقولي افترض إن الله موجود ماشي وآمن بيه وحاول تثبت له حبك في إن أنت تعمل خير. ما أنا بعمل الخير ده بدون وجود الله. يعني لما بلاقي إنسان فقير أو محتاج مساعدة بساعده. يعني هديك مثال بسيط جدا ومعرفش هتصدقني ولا لا. أنا ليا صديقة في مصر هي مسيحية وتحولت للإسلام وبتواجه مشاكل بسبب الموضوع ده، وبتحب واحد ملحد وعايزة تتجوزه وعايزة تعيش معاه. عايز أقول لك أنا بساعد البنت دي وبحاول قدر الإمكان إن أنا أبقى معاها من أي مشاكل تواجهها عشان ما تقعش في مشاكل أو يحصل بقى الإيه الهبل اللي بيحصل في مصر، عايزين أختنا فلانة والمسيحية تقول لك لأ دي البنت خطفوها والكلام ده. رغم إن أنا مختلف معاها أهو سياسيا وأيديولوجيا ودينيا، ولكن ما عنديش مشكلة من مساعدتها، مش من أجل الله ولا من أجل حد، من أجل إن أنا مؤمن إن أنا عليا إن أنا أساعد أي إنسان طالما في إيدي أساعده. وده اللي هعلمه لبنتي. يا فرحتي بقى ماشي، لعلمك حب الله ومن أجل الله دي بتستغل أسوأ استغلال، واللي أنت دايما بتنفر منه زي الجهاديين. ما الجهاديين دي برضو فاكرة إن هي بترضي ربنا باللي هي بتعمله. فالقضية عندي قضية الأخلاق ملهاش علاقة بوجود إله من عدمه.
لو انت بتتبع مبادئ معينة ماشي، ولا تستطيع فعل شيء يسبب ضرر مباشر ومادي على الآخرين، فمش هتعمله. ملهاش دعوة بدين ولا لأ. ماشي، لو نقطة معينة في الدين قالت لك من حقك تعمل ده وده بيضر غيرك، فكده انت دمرت منظومة الأخلاق وفلسفة الأخلاق في أي إنسان. لو انت قلت لفلان ان عشان ربنا يحبك او تثبت لربنا حبك ليه تعمل كذا، فانت كده يعني حتى لو الشيء اللي انت بتعمله ده هيضر انسان هتعمله. فانا وجهة نظري للاخلاق وللخير اكبر كتير من اللي انت بتقوله. انا مش محتاج اؤمن باله عشان اعمل خير. دي انسان مسالم وبيحب الخير للاخرين، ملهاش علاقة بوجود الله من عدمه. فلو الفكرة دي انت بتقولها لي عشان تقرب ليا فكرة الله، فدي بعيدة عني تماما. يعني اللي انت بتكلمني فيه انا زي ما قلت لك ماكدونالدز وغيره هكذا انا في ايوه دول مسيحيين مسلمين، انا عايز اخش الجنه مش عايز اخش الجنه، انا مش مؤمن بوجود جنه، ولكن بعمل الخير لان انا بشوف ده بيسعد اخرين وانا ببقى فرحان لما بشوف غيري فرحان. ففكره بس حب الله وحاول تفديه بصوت اخيرا دي صعبه يعني بالنسبه لي. اتفضل حبيبي. بس ارد عليك في عجاله. لو انت تمام انت الوقت قرب يخلص وانا مش لو انا يعني صح. لا على مهلك على مهلك خالص. اوكي، فانا هرد على النقطه اللي انت قلتها، الجمله الاخيره انت قلتها. اولا انا شايف طبعا الاخلاق مش محتاجه الايمان باله او ما الى ذلك. في وجهه نظري سامعني؟ ايوه سامعك سامعك حبيبي. اوكي. انا شايف ان وجهه نظري الايمان باله بالفعل. لو هنتكلم مثلا ان حتى نفترض جدلا يعني استغفر الله العظيم ان الله مش موجود، فالايمان بالاله او زي ما بنقول مثلا في علم في الفلسفه الانا الاعلى يعني الارقى مني، ده بيخلق لي حاله من الارتقاء في الاخلاق والارتقاء في حياتي عموما. ده ناحيه علميه او ناحيه نفسيه، ان انا لازم يكون في شخص حتى في مخيلتي ان انا بحاطط يعني ايه مستوى عالي قوي من الاخلاق، مستوى عالي قوي من الكمال، عشان احاول ان انا اقترب اليه او احاول ان انا اتعلم منه. تاني حاجه انا شايفها بقى اللي انا بتكلم فيها من خلال ان انا مؤمن ان في اله بالفعل وواثق من ده، ان الله بالفعل الناس بالفعل عاجزين عن الوصول لاي اخلاق بدون الله. وبالفعل في مسائل كتير لولا الدين كانت تبقى اسوأ. في اشياء سيئه بالفعل في المجتمع مع وجود الدين من 4400 سنه، ومع وجود الدين من 2000 سنه، ومع وجود اليهوديه، ومع وجود اديان اخرى من بدايه البشريه. في سوء اخلاق وفي استغلال للدين، وساعات الدين بيستغل على ان هو بيستغل على ان هو سلعه والتاجر فيه وما الى ذلك. كل ده ليس خطأ في الدين نفسه، ولكن خطأ في الطبيعه البشريه المياله للامور السيئه. ولكن وجود الله دايما او وجود الستاندرد بتاع الله، وجود مفهوم يعني الله، ده بيخلي الناس دايما مياله او في شيء يعني زي مغناطيس بيشدها بقدر المستطاع عن الفواحش والشر اللي جواها. طبعا انت هتقول لي وجود قوانين، وجود كتابات وروايات وافكار وتفكير وعقل. انت شايف ان انت رقي العقل هو في حد ذاته اللي بيجمع منه الاخلاق، سواء كنت مؤمن باله او مش مؤمن باله. ده فكره مثلا كويسه، بس رقي العقل ده عشان يرتقي مش محتاج ان هو يجسد كده في عقله ان في حد ارقى منه او في جمال واخلاق اعلى منه عشان هو يحاول يوصل لها، ولا هو بيرتقي لفين؟ بيرتقي لا شيء كده، لا هدف. شكرا. طيب تحفظين بس قلتهم ان انت قلت
ان منظومه الاخلاق مش تنفع غير بالدين، او الدين هي مصدر الاخلاق، او شيء من هذا المعنى. مش فاكر مثلا انت قلته بالظبط. انا اهو مثال واضح زي ملحدين كتير غيري، ماشي، نحن مثال واضح ان عدم وجود الدين لن يؤدي الى فساد المنظومه الاخلاقيه او اخلاقنا او المجتمع. اوكي، انت بتقول لازم يبقى عندي مثل اعلى، او انا اعلى اللي هو الله، ماشي، فانا ما عنديش هذا الانا الاعلى ولا عندي الله وبعمل الخير. فبدون تصور كل هذه الامور انا كنت بعمل الخير وما زلت بعمله حتى ايام ما كنت بدرس الاديان. اتفضل. اسف مش قصدي اقطعك، انا ما بحبش عادي ان انا اقطعك، بس انا لا ما يهمكش يا حبيبي، اصلا انا شايف ان الاجابات بسيطه قوي، واللي انا قلته ده مثال ليها، فممكن تكمل كلامك، ما عنديش مشكله. مثلا انت بتعمل خير او غيرك بيعمل خير، بس هل حسيت معنى اللي انت بتعمله؟ ما هو ما الفكره من الايمان بوجود اله، انت بتحس بمعنى الاشياء الصغيره. انا بحس بمعنى، ماشي، انا بحس بالمعنى الحقيقي للخير في ظل عدم ايماني بوجود اله. لما بدي واحد فقير او طفل من الاطفال اللي بشوفهم زي اطفال الشوارع، وانا خارج من ماكدونالدز بجيب له سندوتشين 3 وبديهم له، انا بحس بقمه السعاده ان الانسان ده كان جعان واكل، وان هو حاسس بالرضا والسعاده دي. ففين وجود الله ان هو خلاني احس بده او ما احسش بيها؟ ما انا ما بعتقدش بوجود اله وعملت خير، وادي اللي انا حسيته وانا ببقى سعيد جدا. ماشي، زي البنت اللي انا قلت لك عليها اللي هي المسيحيه، ماشي، وحاليا هي عايشه مسلمه وبتواجه مشاكل في البيت وغيره وحاجات من كده، ماشي، ايا كان انا ولا معتقد بالمسيحيه ولا الاسلام، ورغم ذلك انا جنبها ليه؟ ماشي، عشان ما تقعش في ضرر او مشكله، وبخفف من المخاطر اللي بتقع عليها، ماشي، وبساعدها. انا بساعدها ليه؟ عشان اتمنى الانسانه دي تعيش بدون الم، بدون جوع، مش زي الناس اللي بتموت من الجوع، ولا الناس اللي بتموت ما اعرفش ايه، ولا بيحصل لها ايه، ماشي، بعيده هو عن الاديان خالص. ماشي، انا احب الناس تعيش في سعاده ومرتاحه. انا ما احبش حد ايا كان، اذا كان مسيحي ولا مسلم، يضطهد، مش هقول يتقتل، يضطهد او يتسجن بسبب رايه او وجهه نظره. زي ما انا كنت مختلف جدا ورافض جدا فض اعتصام رابعه، ماشي، عشان الناس دي اسمهم اخوان مسلمين. يا سيدي الفاضل، الناس دي هلاقي فيها ناس كتير عقولها مش هقول مغيبه، الناس دي فعلا الاخوان كويسه، والناس اللي معتصمه في كتير منهم، مش معنى ان احنا شفنا 2 3 منهم متطرفين وعايزين يولعوا في البلد كلهم كده. فما ينفعش تاخد عقل في باطل وتروح تفض اعتصام بالقوه، وناس تتضرب وناس تتسحر وناس تموت، في ناس ابرياء هتموت. فلذلك انا لا اقبل جوه في ارهابيين وسلاح، بس ما ينفعش، لان جوه في ناس ابرياء برضه. ما ينفعش اضحي ولا بواحد بريء. الواحد البريء ده وارد يكون البير، وارد يكون هشام، وارد يكون اللي بيسمعني دلوقتي، ماشي. انا بحس هو ده معنى الخير بالنسبه لي، هو ده اللي انا فعلا بعمله، وانا راضي عن كل ما اقول وافعله، لاني انا ما بنافقش مبادئي عشان موقف او اللي قدامي انا مختلف معاه في وجهه النظر او غيره. هنا انا بحس بسعاده شديده لما اقدر اعمل شيء بيسعد انسان بعيد عن وجود الله وبعيد عن وجود الدين. فاللي انت بتقوله لا ينطبق عليا نهائي. بالنسبه لي اللي انت بتقوله ما ينفعنيش معايا، ولا هيزود ولا هينقص. كلامك كويس جدا 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 ويدل على اخلاق وشخصيه محترمه، لكن السعاده دي كلها مش ممكن تتقلب لحزن لو انت بالفعل حسيت ان انت الشخص اللي ورا كل الشخص اللي اداك حياتك نفسها انت غير معترف بيه. مش بتحس ان انت يعني مش بتحس ان مقياس الخير هنا ناقص لما انا مثلا اكون بعمل حاجه كويسه للانسان، ها، صاحبي انا نفسي اللي يملكني واللي يملك اللي انا املكه، انا ما اديتوش اي اهميه او اي اعتبار ان هو موجود، او ما تعبتش كفايه عشان اعرف ان هو موجود ولا لا. الرد على السؤال ده هيتلخص في محورين. احب ابدا بالمحور الضعيف الاول والبسيط الاول، وبعدين اخش في الاكبر. بص يا سيدي، انا قلتها مثال من الامثله من قبل مولد هباتيا، او من قبل ما هباتيا تجي لي، اوكي. قلت انا لو بنتي مش معترفه ان انا ابوها ومش مقتنعه ان انا ابوها، مش هحاربها ولا اقتلها ولا هحول حياتها الجحيم وبعد ما تموت اعذب روحها. سوري، اللي بيفكر بكده بالنسبه لي ده فاشي ومريض نفسيا وعنده عقده نقص. مش معنى
ان انا عملت لك شيء كويس وانت لا تعترف بان انا عملت لك شيء كويس، ماشي، انا بالنسبه لي ده شايف ما فيش مشكله، لان انا هعمل هذا من اجل مبادئي مش من اجلك انت كشخص. يعني انا بتكلم معاك دلوقتي بكل ادب واحترام وبحترمك ليه، من اجل مبادئي اللي انا مؤمن بيها، مش عشان انت حد كويس ولا حد وحش. انا اي انسان بحاول قدر المستطاع اسيطر على غضبي وجنوني والجنان اللي انا فيه على طول والتطرف ده، ان انا اتعامل معاه بشكل كويس. حتى ببساطه اغلب الناس اللي بتشتمني على الفيسبوك او بتشهر بيا نتيجه ان احنا اختلفنا في موقف او غيره، او حتى في الدين، بعمل لهم بلوك، وفي خلال اسبوع كده كده بشيل كل قائمه البلوك عندي خالص، لان ما عنديش مشكله معاه. وما احبش كمان ان هو في يوم من الايام زي ما حصل احد الناس اللي بتحرض ضدي من شهرين بالظبط، لقيته باعت لي رساله وبيقول لي البير انا فلان الفلاني، وانا كنت بعت وكنت متابع بروفايلك من قبل قضيتك، ولما لقيتك في ايام الفيلم المسيء للرسول ان انت كنت عامل فيديو ما اعرفش ايه، فبعت لصفحات كتير منهم فعلا نشروا صورتك وحرضوا ضدك، وبسبب اللي انا عملته ده انت انا نفسي اتسجنت. كنت كنت في الاول داخلين انا وانت في بعض شمال، بس يعني لا انا لو انا فعلا ذاكرتي مظبوطه ماشي، اول كلامي وكلامك انا ما اصطنعتش معاك عداوه ولا شتمتك ولا سبيتك، يعني كنا بنتكلم لسه كنا بنتعرف على بعض، وخصوصا ان احنا وجدنا ان احنا مختلفين في الدين والسياسه، ولكن عشان انت كلامك شكله محترم ماشي ما بتخلينيش ابتدي اشوفك بشكل سيء، ما بتسقش ليا، ما بتشتمش امي، ما بتشتمش بنتي، ما بتشتمنيش، بتبتدي تكلمني بمنطق عقلي، فهكلمك بمنطق عقلي ونتناقش ماشي. انما لما الاقي واحد داخل عمال يسب وعمال يلعن وعمال ما بيتكلمش معايا في العقل، فلما اقول له اسب له الدين ولا اسبه باي حاجه ولا بامه، معلش انت اللي ابتديت ده، انا ما يجبش عليا بناء على اخلاقي ومبادئي ما يجبش اعمل كده، بس احيانا خلاص انت حد عمال تشتم كل كلامك شتيمه، طب ارد عليك اقول لك ايه؟ اقول لك ده من اخلاقك، ده من ذوقك، ده من دينك، ده ما اعرفش ايه، ما بزودش في الشتيمه. خلاص بتيجي لحظه من اللحظات بنفعل، فخلاص بقوم شتم. وحاليا يعني حاليا لو تتابع بروفايل هتلاقي اغلب الناس اللي بتعمل كده بقول له شكرا، هي دي اخلاقك وهو ده انت وهو ده اخرك، ده اقصى ما عندك، ما تقدرش تتكلم معايا في اللي انا بقوله وتعرف تشتمني وتشتم اهلي، شكرا ليك وهو ده اخرك. وبقوم عامل له بلوك، واخر الاسبوع كده كده بقوم شايل البلوكات تاني. يعني شوف يا البير، ده كله انت ملوش بتزعل علاقه بوجود اله من عدم وجود اله. البير بتزعل انا بس لمجرد شخص اهانك او شتمك وتبقى عايز تهينه وتشتمه، بالك انت بقى لما تكون الشخص ده انت اللي اديته كل حاجه. تخيل بقى في فرق، في اسبوعين فرق قد ايه. صغير انت مش واخد بالك منه. في فرق بين انا حد داخل يشتمني بدون اي شيء بدون اي حاجه، وفي فرق بين واحد انا عملت له خير وهو انكر الخير ده. يعني انا في احد الناس بدون ذكر اسماء وقفت جنبه في مواقف كتير وفي مشاكل كتير، وقفت جنبه بمعنى وقفت جنبه ماديا ومعنويا ونفسيا، ولسه من يومين قال عليا كلام ما ينفعش يتقال، وشتمني في امي وشتمني في نفسي واتهمني بالخيانه والعناله وقال كلام كتير ما يصحش. اوكي، انا مش زعلان ان انا عملت معاه خير ماشي، انا زعلان ان هو قال كلام مش حقيقي وشتم اهلي ماشي، وانا ما عملتش شيء سيء ليه. مش فارق معايا ان انا عملت معاه خير ولا ما عملتش، مش فارق معايا يعترف ان انا عملت له شيء كويس ولا لا، بس لما تقول كلام كذب عني انا ما قلتهوش، لما انا ما اشتمكش وما جيش ناحيتك وانت تشتمني، هي دي المشكله. فانت بتقول لي واحد اداك كل حاجه، يا سيدي الفاضل انا قلت لك ما عنديش مشكله ان بنتي تنكر ان انا ابوها وتكرهني، انا ما عنديش فيها مشكله ماشي، يعني وات ايفر، خلص هي دي وجهه نظرها ما عنديش مشكله ماشي، انا يهمني ان هي تبقى سعيده وعايشه كويس ماشي، فدي ما فيهاش مشكله. فكره بقى ان الله عشان انا مش مؤمن بالله ولا مش مؤمن بالمسيح ان هو مش هيدخلني الجنه ولا هيحول حياتي لجحيم دنيا واخره، انا سوري انا شايف ده مرض نفسي. لذلك بقول لك لما بصف الله بالمرض النفسي انا مش بتهكم على الله ولا بشتمه، انا بقول اللي بيعمل كده ده مريض نفسيا. لو انا شفت انسان بيعمل اللي انت بتقوله عن الله ده هتهمه بالمرض النفسي، لان انا نفسي ما بعملهوش ولا اقبل ان حد يعمله، حتى لو انا عملته بعترف ان انا غلطان في ان انا اتصرفت تصرف زي كده. زي لما بشتم واحد انا هو شتمه وانا بشتمه لا انكر ان انا غلطان، انا غلطان والغلط راكبني من ساسي لراسي في هذا الفعل وهذا الموقف.
فاللي انت بتقوله يعني بالنسبه لي ليه معنى تاني اخر وشكل تاني خالص. انا لو عرفت الاله اللي خلقني او خلق الكون ده زي ما انت بتقول على حسب وجهه نظرك، لو عرفته فعلا لا يمكن هنكره. يعني عايز تقول لي ان انا قدامي شمس دلوقتي هقول لك لا دي مش شمس؟ لو انت شايف البير كده يبقى هسمح لك ان انت تقول اللي انت عايزه، انما بقول لك وريني فين الشمس اللي انت شايفها. انت شايف شمس انا مش شايفها، فامن بيها ازاي؟ يعني نظريه مثلا يعني النظريات اللي اكتشفها اينشتاين ولا نظريه الجاذبيه بتاعت نيوتن او غيره، النظريات دي اكتشفت كده. الحاجات دي عايزه مجهود، انت عايز توصل. بعدين انت كنت ايه بقى؟ انت كنت يعني في الحقيقه في الاسلام خرجت منه. وطبعا لو انت بتدور على الله سوري اسف، كنت في المسيحيه او في الاسلام او في الدين وخرجت منه بتدور على الله، ما انت هترجع للدين تاني. انت بتقول لا ما ارجعش الدين تاني عشان انا كده ما عملتش حاجه جديده، انا خرجت من الدين ورجعت للدين. لا انا لازم اوصل لله اله تاني بشكل مختلف. بص يا ابني، هقول لك على حاجه حلوه، هقول لك على حاجه حلوه بناء على اللي انت بتقوله ده. انا دلوقتي مثلا لو امنت بالمسيحيه والاسلام، ايه المانع ان انا اقول ان انا بقيت مسلم وكذا واتحول ان انا ابتدي اقول كلام عن معتقدي في الاسلام او المسيحيه؟ ايه اللي هخسره من ده؟ بل بالعكس، ده انا هكسب مؤيدين اكتر كمان، واقدر افتح الملحدين ولا اقدر افضح فلان ولا فلان ولا فلان. الامور مش بالشكل اللي انت بتقوله ده كده خالص. ماشي، انا قلت لك الاديان من لما اول ما ابتديت اعي على الدنيا بشكل حقيقي جيت ادرس الاديان عشان اعرف مين فيها دين الصواب على حسب ما الاديان كانت بتقول وبس. فوجدت ان الاديان منظومات اخلاقيه ومنظومات قصصيه لا تتناسب معي، وما عنديش مشكله من اللي يعتقد بيها. من هنا لما بيني وبين نفسي ابتديت افكر في فكره الله، ابتديت افكر وجدت ان الفكره دي بالنسبه لي فكره مش منطقيه وفكره مش مظبوطه لاسباب كتير ممكن نعمل لها حلقات مخصوصه. اوكي. فايه المشكله عندي ان انا اعترف واقول ان انا دلوقتي مؤمن باله؟ ما انا ممكن اقول انا مؤمن باله هو اللي خلق الكون ده كله، ولكن مش مؤمن بالاديان زي ناس كتير دينيين. اتمنى ان احنا نوصل للحقيقه، بس نوصل ما لها. حدش يمتلك الحقيقه ولا يعرفها. صدق. الحقيقه مش يعني ما فيش شيء في كلامنا ده هي وجهات نظر، او ممكن تقول نوع من الفلسفه. ماشي، الفلسفه ما فيهاش حقيقه، يعني الفلسفه دي وجهات نظر. انا قدامي موبايل دلوقتي، انا شايف وشه اللي فيه شاشه وفيها الوان، انت شايفها من ورا. طب ما تجرب يا قلبي، فدي وجهات نظر. انت بتقول المنهج التجريبي، لو انت مقتنع بالمنهج التجريبي يعني في العلم طبعا مش دعوه خالص، بس انا بقول لك استخدمه في الدين. يعني انت اعمل منهج تجريبي كده وخش يوم كنيسه وخش جامع. يا سيدي الفاضل، ما انا قلت لك ووصفت لك الكلام ده، هنرجع نعيده تاني. قلت لك المنهج التجريبي انا درست اكاديمي يعني درسته، فرق ان انا اجرب امارس الدين، يعني اجرب كده. انا امي دلوقتي بتقول لي امي يعني مسلمه وكل حاجه، بس هي بتحب تروح الكنيسه وبتقول لي لو رحت الكنيسه هتستريح وهيحصل حاجات. هي بتقول لي، وانا بالفعل كنت متردد في الموافقه، بس انا هجرب الفكره، ليه لا اجرب. فادي نفسك فرصه. تمام. يعني خش المساجد، خش المعابد وشوف اللي هيحصل. هو جميل. هو انا ما جربتش ما اتناقشتش مع ناس في قلب الجامع ودخلت عشان اتكلم معاهم، امام مسجد مثلا وحد ازهري هناك، شيخ ازهري انا اعرفه ماشي، وطلب ان احنا نتكلم. دخلت وجربت. اجرب يعني ايه؟ يعني اجرب مثلا اصلي صلاه المسلمين واصلي صلاه المسيحيين واصلي صلاه اليهود واصلي صلاه البوذيين واشوف ارتحت انهي؟ هل معنى ان انا ارتحت لطقس معين معنى ذلك ان الطقس ده هو الصح وان الله موجود؟ ليه لا؟ ليه لا؟ انا قلت لك بالنسبه لي المشاعر، كوني ان انا بحب شيء ما ده مش دليل ان الشيء ده كويس. يعني انا بحب السجاير برتاح من السجاير. ما هو بص يا سيدي الفاضل، انا دلوقتي برتاح للسجاير او سوري بالبلدي برتاح للحشيش. اوكي، فمعنى انا برتاح للحشيش، الحشيش ده كويس؟ ما هو ده المقياس اللي انا بتكلم في مبدأ مش بتكلم في مثال. المبادئ اكبر من مثال صغير نطرحه. لو انا ارتحت لشيء ما ولقيت فيه راحتي النفسيه فمعنى ذلك ان الشيء ده مفيد وشيء جيد. ما انا قلت لك مبدأك او اللي انت بتقوله من الاساس بالنسبه لي مهدود، لانه بالاساس بالنسبه لي ده مش مقياس.
انا بحب الحشيش، او انا مثلا بحب الجنس، فاذا الجنس ده شيء كويس وحلال. ده مش مقياس، ما ينفعش لو ارتحت تصلي في المسيحيه ولا تصلي في الاسلام ولا تصلي في جامع ولا تصلي في معبد بوذي ولا معبد بهائي، فيبقى الله موجود والدين لذة الدينيه اللي يقول لك ده مش عليها مقياس. اكتر بكتير والله. يا سيدي الفاضل، انا كنت حد بستمتع جدا بكل يوم ساعه ساعتين بكلمه مع الله، وجربت ان انا اصلي مع الله وليست في الطقوس الاسلاميه او المسيحيه، ماشي. بس اكتشفت ان انا بكلم نفسي، الله ما بيجاوبنيش، ما بيردش عليا، ما بيدينيش حاجه، استمتع بايه؟ خلاني في الاخر بقول له انت مش موجود، انا بكلمك رد عليا، ما بتردش عليا. بتقولي لا ده هشام كويس وبيرد على الناس وبيعمل اعمال كويسه كتير. يا جدعان طب ما انا عايز اكلم هشام ده، طب انا عايز اشوف افعاله. يقولوا لي لا ما هو عمل وعمل، بس يعني لما يرد عليك او لما تشوفه هتصدق. يا جدعان ما انا عايز اشوفه عشان اصدق، مفيش. ما هي نفس المثال، هما بيقولوا يكلم ربنا. يا سيدي وانا ما كنتش بكلم ربنا 5 سنين، انا مش لحد النهارده بتناقش في فكره ربنا لعل وعسى اقتنع او اكتشف انما مثلا في نقطه غفلتها. ما هي المشكله في دليل ومقياس، اديني مقياس، اديني قانون اجربه فعلا كلامك صح. اديني قانون درجه الحراره بتغلي عند 100. هي دي المشكله عندي كلمه ايمان، انا ما بصدقش بدون ما لو حد قال لي انا في جيبي عفريت اصدقه. اديني دليل على هذا اصدقك. انا مستمتع بالحوار معاك جدا وحاسس بجد ان انت لا يجي يعني ممكن تسمع وتبقى راي وتقول راي اخر وكلامك مقنع وكلامك متسق في حوار فعلا منا. واتمنى احنا نعمل حوارات تانية عن مواضيع تانية مختلفة في الدين برضك او حوالين الدين والمجتمع، حوالين الدين والارهاب، اي حاجة انت تختارها او نتفق عليها بعد كده بينا وبين بعض. وبجد اتمنى ان احنا نعمل دايما مواضيع كتير. بس انا عايزك وانت قاعد مع نفسك كده تفكر في الكلام اللي احنا قلناه كله بجد، لان انا لما هسيبك هقعد افكر فيه كله. اكيد. بص يا هشام، انا بفكر في كلمه وبتتسيب عندي هنا. طيب بص هشام البير ما بيقولش كلمه هو ما جربهاش فعلا ومش معتقد بيها. يعني اظن ان انت لمست ده في كلامي، ماشي. وانا ما ببنيش قناعه، مش ايمان، قناعه بدون تجربه وعن بحث وبناقشها بيني وبين نفسي وبجربها. انا ما بمشيش كده اسمع خبر في التلفزيون اصدقه، بنزل نفسي موقع الخبر واشوف واجمع الادله، يقول فعلا انا عندي ادله منها بعتقد وجود هذا، يا اما بقول ما عنديش وما اعرفش. انما ما بصدقش اي كلام كده، وما بقولش انا كل كلمه من لساني ضميري او بيني وبين نفسي بحاسب نفسي عليها كويس جدا. ما اقدرش اقول لك كلمه انا اعتقد بيها او كلمه حاسس ان هي مش دقيقه بقول لك لا الادق كذا، او لو انا مش عارف اعبر كويس فهديك مثال يوصل لك الفكره او المبدا اللي انا بتكلم فيه. فانا ما بقولش كلام وخلاص، انا مش مناظر، انا ما بناظرش، انا ما بقولش انا امتلك الحقيقه، انا بقول اعتقادي وخبرتي وجهه نظري في الشيء بس. وما زال الحوار مفتوح بيني وبين اي انسان حابب يتناقش معايا في فكره ونناقش الافكار دي. زي ما انت بتقول لي لا بص من حقها تمنع بناء المآذن، انا شايف ان ده مش من حقها بناء على مبادئي. لا ده عايز حلقه ثانيه على فكره. ما انا بديك مثال من الامثله، انا قادر ببساطه اقتنع واقول لك كلامك، بس ده بالنسبه لمبادئي يبقى انا منافق وانا كذاب، وانا ما احبش ابقى كده، فاهمني؟ فانا ما عنديش مشكله ان انا اقول لك انا متفق او مختلف معاك، احنا بنتفق في كتير وبنختلف في كتير، بس مش هقول لك شيء فعلا مش موجود من داخلي، ومش بقول وانا فعلا مقتنع بيه وعلى قناعه تامه وبعمله. فاكيد كلامك هسمع الفيديو تاني طبعا زي الناس اللي هتسمعنا، ده لو سمعتنا اساسا، وهتعمل فيه تاني، وكده كده بينا لقاءات تانية كتير هنتكلم فيها. ما غالبا هقسمه على نص. يا سيدي الفاضل مناظرتي انا وهشام طلعت كانت برضو مدتها ساعتين، وفي ناس بتحبها وفي ناس دخلت واتفرجت عليها، وعندي اظن الحوار ومستوى الحوار بينا هيخلي الناس تستمتع ان هي تتفرج عليه، زي ما انت بتقعد قدام التلفزيون قدام عمرو اديب ولا ما اعرفش مين ولا مين ولا مين ولا مين بتقعد قدامه 3 ساعات ما عندكش مشكله، زي ما بتتفرج على فيلم برضه يعني هتلاقي برضه مش هتلاقي.
عدوا بسرعه واحنا على ممكن العموم بشكرك على الحوار الرائع جدا، وطبعا اكيد بينا حوارات تانية وقت ما تحب. انا 24 ساعه وقت ما تكلمني هظبط معاك، ما عنديش مشكله. فانا اشكرك. يعني لا يعني بقدر اكيف اموري وبقدر اظبط اموري. يعني لو انت عايزني دلوقتي وعندي حاجه تاني فانا ممكن اجلها سنه واوديك دلوقتي الفتره اللي احنا نتكلم فيها وبعدين اكمل. ممكن وقت اقول لك لا مش نافع دلوقتي فهنتفق. فانا بقول لك 24 ساعه يعني هنقدر نتكلم مع بعض ونتواصل ونظبط. انا بشكرك وقت الجميل. انا اللي بشكرك، والناس سامحونا ان احنا حوارنا كان طويل ولكن الحوار كان شيق جدا. ماشي، فسامحونا ان احنا اندمجنا قوي في الحوار بتاعنا بيه، ونرجو ان الناس تكون استمتعت بالحوار وما نكونش طولنا فعلا. بشكر هشام، بشكر كل اللي بيسمعونا. وهشام حاول تقول حاجة للناس وفي الحوار عامة عشان هنختم خلاص. انا عايز اختم بس اقول كلمه واحده بالنسبه للملحدين اللي علاقتهم سيئه بيا على النت. بقول لهم لو سمعتوا الحوار ده هتعرفوا ان انتوا تعاملتوا معايا بافق. يعني كان ممكن لو انتوا سمعتوا الحوار ده، انا بقول بجد مع كل ملحد انا اعرفه، لو كل ملحد فعلا هيتناقش معايا بعقلانيه وبجديه زي قلبيه، انا مستعد افتح معاه نقاش، مستعد اسمع له، مستعد ناخد فيديو، ومستعد ان احنا نبني علاقه جديده ما دام النقاش جدي ومجدي للطرفين. شكرا وبشكرك كتير على الحوار ده. يعني انا اللي بشكرك كتير. وبالفعل مش معنى ان في ملحد سيء او مؤمن او مسلم او مسيحي ايا كان معتقد بفكره حتى ولو فكره سياسيه، مش معنى ان لقيت مثال سيء لهذا ان كل الناس كده. مش معنى انك لقيت مسيحي متطرف او مسلم متطرف او يهودي متطرف ان كلهم كده. ما ينفعش نعمم. كل جنسيه، كل لون، كل لغه هتلاقي فيها كويس والوحش. ما ينفعش نعمم على حد. وبشكركم وسامحونا على الإطالة، ونقابلكم في حلقة تانية.